حبايبي تانية ثانوي، اهلا بيكم. معاكم الباشمهندس احمد وائل، ديجيتال هاردوير انجينير، مؤسس فيزيكس باور اكاديمي. النهارده جايين لرحله الانقاذ، جايين ننقذ الدنيا ديت ونلم امتحان شهر نوفمبر. طيب يا باشمهندس انا ما ذاكرتش خالص، مش مهم، ما انت دايما بتجيلي كده يا زوز وبلم لك الدنيا. طيب اول حاجه خلينا، انت ممكن تكون اول مره تشوفني النهارده وانا اول مره اشوفك النهارده. يا باشمهندس انا شايفك على فكره من الكاميرا، شايفك قاعد كده وهتحرك السرعه بقى بتاع، بس خليك هادي في الاول في القوانين. ففي استفادتين، في استفاده ليك واستفاده ليا. الاستفاده ليك انك جاي مزنوق وان شاء الله هلم لك الدنيا. طب والاستفاده ليا ان انت بعد الفيديو ده هتاخد مع فيزيكس باور اكاديمي. يعني ما اظنش ان في مصر كلها احسن من فيزيكس باور اكاديمي ليك. انت بقى بتقعد تسمع ايه ابو الانوار وابو يوسف وتيجي وتروح، وفي الاخر ايه تيجي تقول لي يا باشمهندس لم لي الدنيا. فانا عايزك تركز كويس، النوتس الجميله بتاعتك. احنا مش جايين نقعد بقى ايه نعمل زي في الحصص اللي على السايت، نقعد بقى انيميشنز وبتاع. انا جاي اديك القوانين وافهمها لك بالمظبوط كده بسرعه ونحل. فانا عايزك تحفظ القوانين دي كويس. طيب خلينا قبل ما نبدا كده، واحد يجي يقول لي طب يا باشمهندس انت جاي لنا ببدله ليه كده؟ اقول لك قصتي. والله انا زي اي حد رحت احضر فرح، فبعد الفرح التيم اتصل بيا قال لي الناس بتسال فين المراجعه فين المراجعه. فانت عارف بقى لقمه السلمون صعبه يعني. فجينا بقى عشان ننقذ الايه الزوز وحبايبي تانية ثانوي. يلا بينا. طيب يا شباب يلا بينا نبدا السيشن بتاعتنا. سمي الله، اسند ظهرك، النوتس الجميله بتاعتك. انا عايزك بقى كده ايه تركز معايا وتسمي الله، بس خد بالك دي اخر زنقه عشان انا تعبت. بص بقى، انا عايز افكرك اول حاجه بحاجه اسمها الايه اللايت ريفراكشن. طب ايه اللي دخل اللايت ريفراكشن في الموضوع؟ عشان هو ده اللي هيلم لك كل حاجه. هي دي اساسا الايديا اوف وركينج بتاع كل اللي في شهر نوفمبر. حلو، تعالى افكرك كده ايه الدنيا. اول حاجه يعني ايه اللايت ريفراكشن؟ اللايت ريفراكشن يعني انكسار الضوء، يعني الضوء بينكسر، يعني الضوء كان ماشي في اتجاه وفجاه كده انكسر مشي في اتجاه تاني. يعني ازاي؟ اقول لك انا. بص، انت دلوقتي عندك لايت انسيدنس كده، ضوء راي نازل عادي، ايه المشكله؟ طيب هو نازل بانجل اوف انسيدنس كام؟ فاي. الفاي دي مع مين؟ مع الراي والنورمال. سامع ان انت دايما بتاخد الانجل دي، ويمكن تقريبا خدتها في امتحان شهر اكتوبر كده، خدت الانجل دي، جاب لك الانجل دي مثلا ب 30 اللي هي دي، رحت انت قلت هي دي الفاي ولبست، فمش عايزين نلبس تاني. طيب فانت دلوقتي الراي وايه بين الراي وبين النورمال بتاعك، جميل جدا. فهو المفروض ان هو كان هيمشي كده، لا هو انكسر، مشي بسيتا تانية، مشي في اتجاه تاني. فهي دي الايه السيتا بتاعتي، دي الانجل اوف انسيدنس ودي الانجل اوف ريفراكشن. حلو الكلام. طيب في مجموعه قوانين كده عايزك تلمها معايا. اول حاجه، هو انت بتبقى جاي من ايه؟ من ميديم معين، نسمي ده ميديم 1 وده ميديم 2. ميديم 1 ده مثلا نقول مثلا ان دي ووتر مثلا، جاي من ميه مثلا وطالع مثلا لجلاس ولا رايح في اي حته، مش مشكله، من ميديم لميديم عادي خالص. فانا هقول ايه؟ هقول والله، ودول حبايبي اللي بيتابعوني حافظينها، منين؟ من N1 ل N2، ماشي، من N1 ل N2. جميل. قلت القانون ده بيساوي كام؟ N2 على N1، الميديم الثاني على الميديم الاولاني. طب دي كان اسمها ايه؟ لو انت فاكر. ما انت بص، ما انت لازم تركز برضه، ما تحسسنيش ان شغل راح على الارض. يعني انت لو قاعد دلوقتي ومش فاكر ديت ازعل قوي كده. دي كانت اسمها ايه؟ كانت اسمها الريليتيف ريفراكتيف اندكس. الريليتيف ريفراكتيف اندكس اهي. يعني ايه؟ يعني والله بص، هو رقم ثابت بين التو ميديم. يعني مثلا الميديم الجلاس والووتر بيننا رقم ثابت، الجلاس والاير بيننا رقم ثابت، الجلاس انت وصاحبك بينكم رقم ثابت. هو ده الريليتيف ريفراكتيف ايه اندكس. حلو الكلام. فبنقول ان هو بيساوي كام؟ N2 على N1، وخد بالك ان الرقم ده كونستانت. طيب قلت لك ايه الفكره؟ قلت لك والله يا حبيب قلبي ان الان ديت اللي هي الميديم دوت حاجه اسمها ريفراكتيف اندكس. ريفراكتيف اندكس اوف ا ميديم يعني ايه؟ يعني دي حاجه بتعبر عن قد ايه الضوء بيعافر عشان يمشي في الوسط ده، عشان يمشي في الميديم ده. يعني مثلا لو N1 دي ب 1.33، فالرقم ده بيدل قد ايه الصعوبات اللي بتقابل اللايت عشان يمشي في الوسط ده. تعال، فهي بتساوي N2 على N1. حلو. فانا قلت لك ايه؟
قلت لك والله، قلت لك بقى انا بص، قلت لك هتستنتج القانون كله ازاي. بص، قلت لك ان الان انفرس مع اللامدا انفرس مع الفيلوسيتي. ايه بص يا حبيبي، هو انت دلوقتي لو الريفراكتيف اندكس دوت كبير وغلس، ده معناه ايه؟ معناه ان الضوء هيبقى ماشي متأزم قوي، هيبقى ماشي مش عارف يمشي. فده معناه ايه؟ معناه ان سرعته هتقل. واحد يجي يقول لي انت اتجننت يا باشمهندس، ما طبعا يعني طبعا انت ما تقدرش تقولها لي يعني، لا ما ممكن اطردك من فيزيكس باور اكاديمي، وانا اليومين دول اساسا بص جاي معايا كده طرد. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انت يا حبيب قلبي ببساطه الضوء في السبيس او في الهواء سرعته 3 تايم 10 باور 8. جميل قوي. لكن لما بيخش في ميديم مختلف غير الاير والسبيس، ووتر، جلاس، بلاستيك، اي حته، السرعه بتاعته بتقل. يبقى اقصى سرعه للضوء هي السي. حلو الكلام. ودي السبيد بتاعته فين؟ في الاير او السبيس. جميل. فانت دلوقتي طبيعي ان سرعه الضوء هتقل. هتقل ايه؟ لو الان دي كبيره او الان دي كل ما تكبر كل ما الضوء هيقابل معوقات اكتر، كل ما الضوء هيتغلس عليه اكتر، سرعته هتقل. عشان كده العلاقه دي ايه؟ انفرس. لا صح كده. طيب هو الضوء لما مشي من هنا وجه هنا الفريكونسي بتاعته اتغيرت؟ لا، هي الفريكونسي اتفقنا ان انت لو عندك كشاف هو هيطلع الايه؟ اللايت بفريكونسي معينه، خلاص شكرا، هو يفضل بنفس الفريكونسي دي. فبالتالي كان حضرتك عندك قانون بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفيلوسيتي بتاعت اي ويف، ما هو الضوء او اللايت ده بيعتبر ويف، بيساوي الفريكونسي في ايه؟ في اللامدا. فبالتالي انا بقول لحضرتك الفريكونسي دي ثابته. جميل جدا. يبقى ايه الفكره دلوقتي؟ طالما الفريكونسي دي ثابته يبقى العلاقه بين الفيلوسيتي واللامدا دايركت. واحد يقول لي مش مصدقك. بص مش وقت صدقني وصدقك، هو وقت ان انت دلوقتي تبلع يا اسطى، عشان الصفر بيلحق. عارف، بدون ما نقطع يعني، عايز اقول لك ان انا كانت من الناس اللي بتراكم عليها قوي في الكليه، واجي ايام ليالي الامتحانات ابقى مراكم الماده كده يعني عارف ما فتحتهاش من اول الترم يعني، وجاي قبل الفاينل 3 ايام احب بقى ايه بسم الله كده، اول يوم يلا اول محاضره وهم 12، فبقول يلا بسم الله كده. فبعد اول يوم ما عدى انا كنت كاتب في الخطه ان انا عايز اخلص ايه 4 محاضرات، ما هم 3 ايام، ركز معايا. فلقيتني خلصت محاضره واحده. جيت تاني يوم خلصت محاضره واحده برضه. بس وانا قاعد بقول ايه، كنت بذاكر حاجه كده اسمها السكيورتي بتاعت الاي تي ام والحاجات ديت. فقاعد بقول ايه، بقول يا سلام يا سلام ايه العلم الجميل ده، وقاعد بقى فاتح شات جي بي تي وقاعد بقى عمال ابحث واسرش وقاعد اقول بس ازاي العلماء الجميله دي عملوا كده. وهوب افتكرت قلت ايه ده، في يومين ضاعوا وانا جاي دلوقتي اركز في العلم دوت واعرف ان انا ضيعته. حان وقت دلوقتي ان احنا نخلص. حلو يا حبيب قلبي. دلوقتي الفيلوسيتي بتاعت اي ويف بتساوي الفريكونسي في اللامدا. هات لي اللامدا دي تحت كده، يبقى الفريكونسي هتساوي فيلوسيتي على لامدا، صح؟ انا بقول لحضرتك دي ثابته، ده كونستانت يا ولا، ده كونستانت. يعني ايه؟ يعني لو الفيلوسيتي دي زادت لازم اللامدا تزيد عشان الزياده دي تشيل الزياده دي عشان يفضلوا رقم ثابت. فبالتالي الفيلوسيتي دايركت مع اللامدا. فانا لما اقول لحضرتك ان الان انفرس مع الفيلوسيتي، يعني انا بقول لك الفيلوسيتي دايركت مع اللامدا. حلو. فانا بقول لك ايه، انا مخصم مع الفيلوسيتي. حلو، يبقى انا كمان مخصم مع اللامدا، لان اللامدا دي حبيبه الفيلوسيتي كده بيموتوا في بعض. فبالتالي الان انفرس مع اللامدا انفرس مع الفيلوسيتي. جميل جدا. فبالتالي يا حبيب قلبي اعمل ايه بقى هنا؟ اقول لك انا نعمل ايه. انا لما اقول بنفس كده، لما اقول n2 على n1 هتساوي ايه؟ ال n2 هتشوف لامدا 1 قدامها، وتشوف اللامدا ايه، اللامدا 2 بتاعتها تحت عشان هي انفرس، وهتشوف V1 فوق وV2 تحت. دي كده اللي هي الايه، الريفراكتيف ريلاتيف ريفراكتيف اندكس. والكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي ساين فاي اللي هي ساين الانسيدنس انجل على ساين الثيتا. حلو. بص يا حبيب قلبي، لو انت حفظت لي القانون ده كده 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 كده، الدنيا خلصت بالنسبه لي في ثانيه. ليه بقى؟ لان هو القانون ده عايز تجيب منه سنيلز لو، اوكي اضرب يا ولا الان 2 في الساين ثيتا وان 1 في ساين فاي كروس مالتيبليكيشن. انا اقول لك حاجه، انت رص القانون كده يا بابا،
خلاص، وشوف معاك ايه ومعاكش ايه. والله معاك ان 2 وان 1 جبت دول معايا كده، مديك في 1 وعايز في 2 جبت في 1 بس معيش في 2، كروس مالتيبليكيشن جبت في 2، تخلص اي حاجه عايزها بس. والقانون دوت العبد لله اللي جمعه لك، جميل جدا. طيب تعالى كده نشوف شويه حاجات تانية من القانون ده. انا عايز استنتج لك شويه حاجات. اولها، هو انا مش قلت لك ان ده ثابت، ان ده كونستانت، صح؟ حلو. يعني ايه ده كونستانت؟ يعني والله هي لو ساين فاي دي زادت مش لازم دي تزيد عشان الزياده تطير بعضها وفي الاخر الان يبقى كونستانت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر انا عايز اطلع لك جراف كده جميل بين الساين فاي والساين سيتا يا ولد. ايه الفكره؟ ان انت دلوقتي دول ايه بينهم ايه؟ دايركت بروبوشنال. يعني الفاي لما بتزيد السيتا بتزيد، والفاي لما بتقل، يعني انا لو نزلت بانجل اوف انسيدنس قليله كده مثلا، بص، لا والله لا غير لك لون، لا 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 لا، وانا عندي اغلى من الزوز. بص كده، لو عملت كده هتلاقي السيتا دي قلت كده. ليه؟ عشان الفاي قلت. فانا مش عايزك تحفظ غير دي. ان رايح من 1 لميديم 2، من ميديم 1 لميديم 2، ان 2 على ان 1. خلاص خلصت الحته دي حفظتها. اعكس بقى يا ولا، لان 2 هتشوف اللامدا 2 تحت واللامدا 1 تحت، هتشوف في 1 تحت وفي 2 ايه، هتشوف في 1 فوق وفي 2 تحت، عشان هم ايه قلت لك ان دي انفرس كده. ساين فاي فوق على ساين سيتا ايه تحت. حلو، لحد دلوقتي انا مبسوط ومرضي، لحد دلوقتي انا مبسوط ومرضي. طيب عايز اديك حاجه كمان، وهي ايه؟ بص يا حبيب قلبي، لو انا جاي من ميديم دينيسر، الحته دي كده لحبايبي اللي اول مره يسمعوني عشان تبقى ايه متابع الاحداث، عشان نخش على التوتال انترنال ريفليكشن والحاجات اللي مضايقاك. دلوقتي لو انت جاي من ميديم دينسر لميديم رير، يعني ميديم كده ايه صغنن كده على قده، ضعيف ضعيف ومكسور. ايه الفكره بقى؟ الفكره لو انا جاي من ميديم دينس، ميديم غليظ، يعني من الاخر يا شباب انا جاي فاهم من الدائري، والدائري كان واقف وحاجه بقى فاهم زي الزفت، دائري كان واقف. بعد كده خلاص نزلت من على وصل الدهشور كده ولا اي حته، الدنيا ايه خلاص سلكت. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي اللايت دوت بص هيجري كده، هيجري بعيد عن النورمال، هيجري away from the normal. فبالتالي حضرتك تعمل ايه؟ انا محفظها لحبايبي طلابي والناس المشتركه معايا على اليوتيوب على السايت. انا في الاخر هدفي علم، بس انا بحب ايه اسهل الدنيا، وانا اكتر واحد معروف بالانيميشنز يعني فاهم، وفي طرق كمان مش موجوده عند حد في مصر وبنزلها على السايت، بس عشان لو نزلتها على اليوتيوب للاسف هتتسرق. يعني معلش، يعني ربنا يهديهم بتوع كليه التربيه دول، بس خلينا ايه نشتغل كده. لو انا دلوقتي من الميديم دنسر لرير، ايه اللي هيحصل؟ والله يا حبيب قلبي اول حاجه تقولها لي ايه؟ انت عندك دي ان 1 ودي ان 2 صح؟ مش دي ان 1 ودي ان 2. دينسر ده يعني ايه؟ يعني الان بتاعته كبيره، يعني ان 1 اكبر من ان 2. قلت الحبايب الحلوين تعمل حاجه واحده بس، تحط لامدا 1 تحت كده ولامدا 2 كده، تحط في 1 كده واعكس. يعني ايه؟ يعني انت لو جاي من ان دنسر لان رير هتلاقي ان اللامدا 2 زادت، الويف لينس بتاع اللايت هيزيد والفيلوسيتي بتاعته هتزيد، وده منطقي. ليه؟ انا كنت هنا في زحمه. طيب يعني ماشي ايه؟ اللايت ماشي ايه؟ فيلوسيتي تاتا تاتا. طب اول ما يجي لايه؟ لميديم رير، ميديم خفيف كده، الفيلوسيتي بتاعته متوقعين انها ايه؟ هتزيد طبعا، ما انت هتزود سرعه العربيه. ففعلا الفيلوسيتي 2 فعلا ايه؟ كبرت، واللامدا 2 ايه؟ حبيبتها دي اساسا اختها هتزيد زيها. حاجه كمان، انت لقيت حضرتك ان ايه؟ ان دلوقتي اللايت مشي away from the normal، يعني السيتا دي هتكون ايه؟ السيتا دي هتكون اكبر من الفاي، هتكون اكبر من الفاي. حلو، يبقى انت دي كده ايه؟ اول حاجه. تاني حاجه يعني تالت حاجه عايزك تعرف، اوكي؟ طب انا لو جاي العكس، جاي من ميديم رير لميديم دينسر، اهي اهي، ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه. من ميديم رير لميديم دينسر يعني كده العلاقه بتاعتنا كده صح؟ حلو، حط اللامدا، حط اللامدا، حط الفي، حط الفي، اعكس الاشارات دي 1 2 1 2. يعني ايه الكلام ده يا حبيب قلبي؟ يعني ببساطه خالص، لو انا نازل كده بانسيدنس زي انجل اوف انسيدنس كده، بس هنا كان رير، هنا انا كنت في ايه؟ ماشي في طريق سريع بالفراري بتاعتي، اوعدنا واوعدكم يا رب
يا احلى دكاتره ومهندسين، فانت ماشي بسرعه حلو، رحت داخل على الدائري والدنيا ضيقه، فبالتالي هتمشي بفيلوستي ايه؟ قليله، فبالتالي هتلاقي ايه؟ هتلاقي اللايت عارف مكسور كده يا عيني، ماشي مكسور، السيتا بتاعته دي صغرت. ليه صغرت؟ لان هو ماشي يا ابني، يعني عارف اعتبر ان انت داخل كده في ايه؟ في زنقه، فانت عارف مزنوق قوي، متضايق قوي، فالسيتا بتاعته هتقل عن ايه؟ هتقل عن الفاي. يبقى هتلاقي ان السيتا اقل من الفاي، وبالتالي الفي 2 بتاعته هتقل، السرعه بتاعته هتقل، وبالتبعيه اللامدا بتاعته هتقل. حلو قوي الكلام ده. لحد دلوقتي كده انت فهمت لايت ريفراكشن في 5 دقايق. جميل جميل. طيب تعالى كده ايه افهمك اخر حاجه انا عايزها في الحته دي. بص يا بابا، هو انا دلوقتي انا علمتك تجيب ازاي الانات، يعني ان الريلاتيف ريفراكتيف اندكس، وعلمتك ازاي تستنتج قانون سنيلز والحاجات دي من القانون الكبير دوت الطويل دوت اللي انا علمتك تستنتجه ازاي، وعشان خاطر احفظه. طيب انا لو عايز اجيب الان بقى، عايز اجيب ان ميديم، بعمل ايه؟ بص ببساطه خالص، ببساطه ممكن تعمل لي حاجه لذيذه قوي، تقول لي ان ميديم خلاص على ان اير. ده معناه ايه؟ معناه ان انا ماشي من اير لميديم. بنعمل ايه يا حبيب قلبي؟ بحط الان ميديم دي تحت هنا كده اهي خلاص، وبنزل اللايت اهو من الاير. يعني انا دلوقتي جاي من اير للان ميديم اللي انا عايز اجيبها. يعني انت عايز مثلا عايز تعرف الان بتاعت الجلاس، عارف تعمل ايه؟ هات الجلاس كده حطه تحت خلاص، وهات كده بقى اهو، بص الحركه دي، بص الليزر ده اهو. فانت ايه؟ هات لايت من هنا كده خلاص من ناحيه الاير عشان يجي من اير لميديم. فهنعمل ايه بقى؟ هو دلوقتي الانسيدنس لايت ده اللي نازل من اير لميديم. واحد يقول لي انا سرحت، صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام عشان خاطر يقول. الفكره في ايه بقى؟ الفكره ان حضرتك دلوقتي عشان تجيب الان ميديم دي بكام؟ يعني دلوقتي الان جلاس مثلا لو افترضنا ان هي ب 1.65، طبعا انا ما بحفظش الحاجات دي يعني، بس لو هي ايه افترضنا انها كده، هو هيديها لك برضو هي بالرقم ده. جميل. هو جه منين؟ بعمل ايه؟ بجيب الميديم احطه تحت خلاص، وهنا فوق هوا، يعني جبت كده ايه؟ ده كده ايه؟ ميديم مثلا بتاع جلاس، ده كده جلاس يا جماعه ازاز. فانا بعمل ايه؟ والله بينزل لايت انسيدنس كده من الاير، يحصل له ريفراكت فين؟ هنا في الميديم ده اللي انا عايز اعرف الان بتاعته. جميل جدا. يعني انا من جاي من اير لميديم، فبقول ايه على ان اير بتساوي، هنقول بتساوي ايه؟ هتساوي الفي خلاص. بص الان اير اهي، يبقى الفي بتاعتها قدامها اهي، في اير على في ميديم. حلو. بيساوي ايه يا باشمهندس؟ بيساوي لامدا اير خلاص على لامدا ميديم، وكل ده كده طبعا بيساوي ساين فاي على ساين سيتا. بس الصراحه انا مش فارق معايا الساين فاي على الساين سيتا دلوقتي. ببساطه خالص بقى يا حبيب قلبي، تعالى لي هنا دي الان اير اتفقنا انها بكام؟ ب 1. هي ب 1، يعني انت ما تعرفهاش اعتبر انك عرفتها، هي ب 1. فبالتالي لقيت ان ميديم بيساوي كام؟ تعالى بقى، الفي اير هو الفيلوسيتي بتاع اللايت في الاير او السبيس بكام؟ بالسي. عادي، مين السي دي؟ 3 تايم 10 باور 8. فبالتالي يبقى الان ميديم هيساوي سي على الفي الفيلوسيتي بتاعت اللايت في الميديم ده بيساوي اللامدا اير على اللامدا ميديم. ودي حاجه كمان عايزك ايه تحفظها دي كده. شكرا. ان ميديم تساوي سي على الفي ميديم هتساوي اللامدا اير على اللامدا ميديم، وشكرا. طب هيجيب لك ايه؟ ولا اي حاجه يا حبيب قلبي. هو ممكن مثلا يديك الايه؟ الفيلوسيتي بتاعه اللايت في الميديم ده، وانت عارف 3 تايم 10 باور 8، 3 تايم 10 باور 8 على الفيلوسيتي اللي هو مديها لك، جبت الان ميديم. شكرا. مديك مثلا اللامدا اير خلاص، مديك مثلا اللامدا اير مثلا يعني، ومديك اللامدا في الميديم ده. لازم يديك حاجتين يعني، فاهم؟ عشان تعرف تجيب الايه؟ الان. ممكن برضو يديك الان مثلا خلاص، ومديك اللامدا اير وعايز اللامدا ميديم، عادي خالص. هقول والله الان ميديم 1.33 مثلا خلاص، ومديك اللامدا اير زي الفل، مديها لي جيفن، جميل، عايز اللامدا ميديم ولا اي حاجه. هعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن، هعتبر دي على 1 كده، فاقول ايه؟ دي في دي ديفايد ديت، جبت اللامدا ايه؟ اللامدا ميديم بمنتهى البساطه. لحد هنا احنا كده ايه؟ ظبطنا الايه؟ اللايت ريفراكشن. تعالى بقى في الجديد. طيب يلا بينا نكمل يا حبيب قلبي كده، ركز معايا. انا جاي لك بقى البعبع بتاعك اللي انت ايه؟ خايف منه، اللي هو ايه؟ التوتال انترنال ريفراكشن اهو.
ريفليكشن. يا سلام عليك يا باشمهندس وانت بتظبط التظابيط. بص انا عايزك برضو زي ما قلت لك تحفظ معايا قوانين، وانا في الاخر هقول لك المسائل كلها بتتحل بقوانين ايه. لو عايز بقى الشرح والانيميشنز والبرامج والتكنولوجي الكامله بتاعت الباشمهندس موجوده على السايت، بس انا دلوقتي جاي الم لك الدنيا. بص بقى، اول حاجه هو انا لو عندي كده ايه دينيسر ميديا، خلاص اخوك بص واحد غلس كده دينيسر ايه ميديا، جميل، وعملت ايه جبت ضوء هنا كده، جبت ايه ضوء هنا كده، حلو. بص يا باشا، اول حاجه هو انا لو جيت كده بالضوء دوت، انا عايز اسالك سؤال، هو ايه اللي بيعمل اللايت ريفراكشن؟ ايه اللي بيعمل انكسار في الضوء؟ ان يكون في تو ميديم مختلفين. يعني ايه؟ يعني هنا ميديم دينيسر وهنا ميديم رير، هنا جلاس وهنا ووتر، هنا جلاس وهنا اير، هنا ووتر وهنا اير، تو ميديم مختلفين، ده اللي بيعمل اللايت ريفراكشن. حلو، جميل جدا جدا جدا. ايه بقى الفكره؟ الفكره ان انا عندي فعلا تو ميديم مختلفين، عندي هنا دينسر ميديم وعندي هنا رير ميديم. اوكي بص بقى، بص يا حبيب قلبي، هنا مثلا هنسمي ده ان 1 وهنسمي ده ان 2. جميل، تعالى بقى ايه نزودها شويه، تعال نقول مثلا ده جلاس مثلا وده اير مثلا. الفكره في ايه يا بابا؟ الفكره اول حاجه ان اللمبه ديت هتطلع ري عامل كده اهو، نازل نورمال هنا، نازل بيربنديكولار على الانترفيرنس. بص هنا في انترفيس اهو بين ده وده، هو نازل بيربنديكولار عليه. ايه الفكره؟ ركز معايا عشان الحته دي انا عايزك تفهمها كويس. لو انت في اللايت ريفراكشن ونزل لايت راي نورمال هيكمل مش هينكسر، هيكمل ومش هينكسر، هيكمل في طريقه ماشي بنور الله ماشي، بص الدنيا زي الفل. لكن لو هو احنا بنتكلم على ايه؟ على ده انه ده انترفيس بتوين تو ميديا اهو، يعني ده ميديم وده ميديم. لكن لو انا دلوقتي نازل بيربنديكولار كده خلاص على ميرور مثلا، دي كده ميرور، ده كده ريفلكتنج سيرفيس، سطح بيعكس، ايه اللي هيحصل؟ هيرجع تاني، عارف هينزل كده هيطلع كده، بص اهو هيتعكس تاني في نفس الايه الاتجاه، عكس الاتجاه بقى، هو نازل كده على الايه على الميرور هيتعكس كده بيربنديكولار برضه. لازم تاخد بالك بين الفرق ده هنا اللايت ريفراكشن وده هنا اللايت ايه اهو، وده كده اللايت ريفليكشن. اوكي بص ركز معايا، فانت دلوقتي اللايت ده نزل بيربنديكولار كده خلاص، وده انترفيس بين تو ميديا، ايه اللي هيحصل؟ ده هيكمل في طريقه كده زي ما هو مش هينكسر. جميل، بس اللمبه دي بتطلع ريز كتير يا كابتن. بص كده، بص في ري تاني جاي كده خلاص، وفي ري تاني جاي كده كمان مره، وفي ري تاني جاي كده. الفكره في ايه يا حبيب قلبي؟ صلي على النبي، قول يا رب ارزقنا الفهم. لازم تنزل دايما النورمال ايه بتاعك. جميل خالص. بص هو انا لما نزلت النورمال ده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ده كان نازل بانجل ولا كأن حاجه حصل، يعني هيمشي، بص ده كان اتجاهه كده اهو انكسر، دي تمام مفيش مشكله. لقينا برضو ان انت هنا كده، تعالى بقى اعملها لك بلون تاني، لقينا ان انت ايه دلوقتي زودت الفاي اللي انت كنت نازل بيها. يعني انت دلوقتي بص كده اهي، هنا بقت ايه فاي تانية اهي، الفاي دي اكبر من دي، يعني انا كنت هنا نازل مثلا ب 30، الفاي ب 30 هنا مثلا ب 45 خلاص. ايه اللي هيحصل؟ لوحه غريبه جدا يا جماعه، لا اللايت عارف تحس كده ان هو ايه انطفى، مشي كده. ايه ده؟ يعني ازاي اللايت يجي كده خلاص مستنيينه يعدي راح ايه عارف انطفى كده. ده اسمها ايه بقى؟ دي حاجه اسمها ان انت نزلت بفاي او نزلت بانجل اوف انسيدنس ايكوال الكريتيكال انجل. ايه بص الفاي ديت اللي هي ال 45 حاجه اسمها الكريتيكال. والله هم لقوا ايه؟ لقوا ان في حاجه اسمها كريتيكال انجل لكل ميديم. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي في الميديم الدينسر، وانت الميديم الدنسر دي ليه انجل معينه، يعني زي ما انا بعرفه دلوقتي ان الان بتاعته مثلا ب 1.33، بعرفه كمان ان الكريتيكال انجل بتاعته مثلا ب 45. فيجي يقول لك ايه؟ لو انت نزلت بري ب 45 هتلاقي السيتا بتاعتك ايكوال 90 ديجريز. بص كده اهي، دلوقتي السيتا دي اهي الري اهو مع النورمال عامل 90. يعني انا لو نزلت بانسيدنت انجل
بتساوي الكريتيكال، ده رمزها اهو. ايه اللي هيحصل؟ الثيتا اللي هي الانجل اوف ريفراكشن بتساوي ايه؟ بتساوي 90 ديجريز. جميل قوي، حلو الكلام. حلو. طب انت دلوقتي كل ما بتمشي كده، يعني شوف، كل ما بتمشي كده عمالين نزود الايه؟ الفاي اللي احنا عمالين ايه؟ ننزل الري بيها. طب انا لو زودت عن الكريتيكال انجل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بقى الظاهره اللي حضرتك ما بتحبهاش ومصر كلها ما بتحبهاش، اللي هي التوتال انترنال ايه؟ ريفليكشن. خد بالك الظاهره دي يا ابني مفيش حد بيحبها اساسا كده يعني غير شويه علماء كده، عارف؟ ويعني الحمد لله ان هم غاروا في ده يعني، بس هو ايه؟ لسه قرفنا في الحاجات دي. بس الحاجات دي مهمه جدا، الحاجات دي هي الاوبتكس والنضارات والكلام ده كله مبني على الكلام ده. فانت لو عايزه مثلا تفتحي كده حاجه بتاعت مثلا اوبتكس حاجه ولا كده، الحاجات دي ليكي يعني. فانت دلوقتي ايه؟ نازل انا دلوقتي هنا، تعال اعمل لك لون تاني بقى، لون تاني. نازل هنا دلوقتي بفاي اكبر من الكريتيكال، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل توتال انترنال ريفليكشن. هيحصل دلوقتي ان ده مش هيعدي خلاص، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريفليكشن جوه الدنسر. يعني ده المفروض كان عايز يعدي، بس انت عملت ايه؟ عملت دلوقتي بفاي اكبر من الكريتيكال، ايه اللي هيحصل؟ هيرفلكت كده، توتال انترنال ريفليكشن. طب الانجل اوف ريفليكشن دي بتساوي كام؟ انا قلت لك بقى ارجع زمان، كان الانجل اوف انسيدنس بتساوي الانجل اوف ريفليكشن. يعني دلوقتي دي فاي ودي فاي، اهي هو نازل بفاي وهينعكس بفاي، هو ده التوتال انترنال ريفليكشن ببساطه خالص. يبقى انا ممكن نقول ايه؟ تعالى بقى كده، تعالى بقى كده، تعالى التوتال انترنال ريفليكشن لحد دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا ان الكل، بص، لكل اهو ميدي ايه؟ كريتيكال انجل اهو. لو انت الانسيدنس انجل بتاعتك ساوت الكريتيكال، يعني نزلت ري بكريتيكال انجل، ايه اللي هيحصل؟ الانجل اوف ريفراكشن بتاعتك هتساوي ايه؟ 90 ديجريز، اللي هي الحته اللي انا قلت لك عليها دي كده. هو نازل كده المفروض ينعكس، راح مكمل كده اهو. لا لون تاني بقى يا باشمهندس، يعني ايه؟ مش كده يعني، اهي بص، نزلت بالكريتيكال راح ايه؟ كده. حلو قوي. طيب لو حضرتك نزلت بفاي اكبر من الكريتيكال، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل توتال انترنال ريفليكشن. جميل اهو. المفروض ان هو نازل كده هينعكس كده. تعالى بقى ركز كده، عشان انت ما ركزتش من حاجه رميتها لك في الكلام. ايه هي؟ قلت لك يا حبيب قلبي ان التوتال انترنال ريفليكشن بيحصل في الدنسر ميديم. يعني ايه؟ يعني حضرتك ان هو دلوقتي شفت الري ده نزل اهو، انعكس فين؟ في الدنسر ميديم. يعني من الاخر خالص كل المسائل اللي هتيجي يقول لك ايه؟ هيمشي يجي يقول لك انت عندك لايت ري ماشي من دنسر ميديم لايه؟ لرير ميديم. واحد يقول لي طب انا اعرفها ازاي؟ انا مش عارف بعمل معاك ايه بقى بصراحه، يعني مش عارف. يعني لا مش كده خالص الصراحه. يعني انا دلوقتي ايه؟ تعبت. انا بقول لك انا اساسا جعان، يعني انا جاي من فرح وعايز اروح، فاهم، الحق كده الشيف براك وبتاع اعمل حفله. يعني هروح كده اتحبس هناك وانتوا اسالوا عليا عشان الفاتوره دلوقتي ب 21,000 جنيه وحاجات كده. مش عارف لو رحت قلت لهم انا يعني باشمهندس ومدرس وفيزيكس باور اكاديمي ممكن يعملوا لي خصم ولا لا. بس يعني ايه؟ يعني ماشي. يعني التيم بتاعي كان عايز يخرب بيتي على فكره يا جماعه، وقالوا لي ايه؟ طب ما تطلع وجبات من بوراك كده واعمل حصه كده سبونسرد باي بوراك. قلت لهم ايه؟ حصه سبونسرد باي بوراك؟ خليهم على اليوتيوب ما يجوش. بص بقى الفكره في ايه؟ الفكره هنا ان حضرتك انا عندي الدنسر ميديم اهو، خلاص اهو يا كابتن كده اهي، فاي اكبر من فاي سي هتتعكس كده. جميل. قلت لك تعرف منين الدنسر؟ يعني هيديك مثلا ان مثلا جي وان ووتر مثلا، او اقول لك حاجه ما قالكش ان دي جلاس ووتر طز، قال لك انا عندي ان مثلا ب 1.33 وواحده ب 1.65، خلاص. وجي قال لك ايه؟ قال لك هات لي مثلا الفاي سي، هات لي الكريتيكال انجل. طب ما انت عارف ان دي بتاعت التوتال انترنال ريفليكشن، وعارف ان انت لازم تكون ماشي من الميديم ده للميديم ده، ماشي من ميديم دينس لميديم ايه؟ فافي كده، ولازم تبقى عارف ان التوتال انترنال ريفليكشن هيحصل في الميديم ده. بس بالارقام، خليك مركز، خليك صاحي. بص الحته دي كلها كده كلها بيسال في ايه؟ بيسالك في 3 حاجات من الاخر. هيقول لك هات الكريتيكال انجل بتاعه الميديم، هات الكريتيكال انجل
بتاعت التو ميديا. هات ايه تاني بقى؟ هات الان، هات الريفراكتيف اندكس، هات الان بتاعت الميديم. هنجيب ده ازاي؟ تعالى اوريك. بص ببساطه خالص، صلى على النبي. لو انت دلوقتي جاي من دنسر لاير لاير جاي كده اهو، خلاص، بفاي كريتيكال، حلو الكلام. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ريفراكشن كده ب 90 درجه. قال لك ايه يا باشا؟ ان الان بتاعت الميديم وقتها يساوي كام؟ وقتها 1 على ساين الكريتيكال انجل. ان ميديم هتساوي 1 على ساين الايه؟ الكريتيكال انجل. ان هتساوي 1 على ساين الكريتيكال انجل. ايه ده؟ يعني انا ممكن بقى ازود القانون اللي هو بتاع سي على في، واللي هو لامدا اير على لامدا ميديم. حضرتك ممكن تحفظ القانون كده كامل، خلاص، مع مراعاة ان الكريتيكال دي بين مين؟ الكريتيكال انجل دي اهي. لا استنى بقى، لون تاني كده، لون تاني. الكريتيكال انجل دي بتوين الميديم ومين؟ والاير، خلاص. فممكن يجي يقول لك ايه هنا؟ ممكن يجي بس كده، بص ممكن يديك الكريتيكال انجل ب 45 خلاص مثلا، ويجي يقول لك هات الان. فانت عارف ان الان 1 على الكريتيكال انجل، 1 على ساين الكريتيكال انجل. او ممكن يديك الايه؟ الان وعايز الايه؟ الساين. مديك الان يا عم اهو، بص الان 1.33. فايند الكريتيكال انجل بتاعت الان دي بتاعت الميديم ده. هيجي يقول لك هات الكريتيكال انجل بين الميديم ده والاير. هتعمل ايه؟ ببساطه هقول الباشمهندس قال لي ان ساين فاي سي هتساوي 1 على ان. هتيجي بقى ايه عطلان في الحته دي بقى، يقول لي انت قلت ان الان 1 على ساين سيتا. ايوه بابا، طب ما هو ساين فاي هتبقى 1 على ان، اعكس 2 1. القانون ده كده هو القانون ده، ما قلتش حاجه والله. بس يعني ودي الساين ده هنا ونزل الان. يعني بص معلش، خلاص معلش انا هظبطها لك. عندي 2 خلاص يا حماده بتساوي ايه؟ 1 على 3. والله حتى حماده دي بقى في ناس تقول لك ايه؟ حماده زلو، يعني عارف حاجات كده غريبه قوي. حماده زلو وفاهم مصطفى له، وواحد يجي بقى يكسر في الكلام ده كله. والقوانين بقى لها 3000 سنه، يعني عارف ما تخليش حد يضحك عليك. بس انا يعني خلاص انا تواصلت مع الناس اللي في امريكا، وان شاء الله كمان هنعمل محضر وهنمسك الناس اللي بتقول القوانين دي بتاعتها وهنجيبهم وعارفينهم بالاسم. خلاص كده عندك 2 بتساوي 1 على 3. هنعمل ايه؟ اعكس كده. دي مش تحتها 1 اقدر اقول ايه اكس؟ لا معلش لا دي مش حلوه خالص. خلينا نقول مثلا ايه؟ خلينا نقول 1 على اكس بتساوي 2. خلاص 1 على اكس بتساوي 2. مش ال2 دي تحتها 1 صح؟ ممكن اعمل كده، ممكن اروح مشقلب. فلما تشقلب دي تبقى ايه؟ اكس، ولما تشقلب دي تبقى ايه؟ 1 على 2. هي دي الشقلبه اللي حصلت، انا شقلبت دي تحتها 1 ودي 1 على ساين ايه؟ فاي سيتا. رحت مشقلب كده فبقت ساين فاي سيتا بتساوي 1 على ان. حلو، يبقى ساين فاي سيتا هتساوي 1 على 1.33. خلاص كده. وخد بقى ساين انفرس ال1 على 1.33 دي الانجل اللي بتوين الميديم والاير. طب يلا يا شباب كده ايه؟ نكمل بقيه الايه؟ القوانين بتاعتنا. بص احنا قلنا خلاص خلصنا حوار الان، خلصنا حوار الفاي سي اللي هي بين الاير والميديم. طب افرض انا عندي ميديم وميديم. يعني ايه ميديم وميديم؟ يعني عندي والله دنسر ميديم كده خلاص اهو، وعندي ايه؟ رير ميديم كده. نفترض مثلا ان ده جلاس، ونفترض ده مثلا ان ده ووتر. ايا كان مين الاكبر، يعني ما مش يجيش واحد بقى بعد الحصه يقول لي انا اكتشفت ان الان ووتر اكبر من الان جي. اقول له اقعد عشان انت اساسا مزنوق وايه والدنيا بايظه معاك، فركز. يعني مش جاي ايه تقول لي دي، يعني خد الايه يعني النبذه كده والخلاصه. يعني بص يا حبيبي دلوقتي، هو انا لو عندي هنا كده بالمنظر ده، شوف بالمنظر ده كده، جيت هنا ايه؟ في سورس مطلع لايت كده، مطلع لايت راي، بايه؟ بانسيدنس ايه؟ انجل، مش مهم ايا كان هي ايه. بس انا لقيت ايه؟ لقيت والله لقيت ان اللايت بدل ما كان هينكسر كده مشي كده، انكسر كده. يعني الايه؟ الانجل اوف ريفراكشن بتاعته ب 90. هو انا عشان اجيب الفاي سي دي اعمل ايه؟ واحد يجي يقول لي الان بتساوي 1 على ساين سيتا. واحد بص واحد كده يجي يقول لي ايه؟ 1 ساين سيتا ايه؟ فاي سي. اقول له اقعد يا اهبل، اقعد. ايه ده؟ هو انت دي كانت ايه؟
بين الميديم والاير، دلوقتي انا بين جلاس ووتر، ميديم وميديم، فانا هجيب ايه؟ هجيب الفاي سي بتوين تو ميديا. بص بقى ايه الفكره ببساطه خالص، هو انت ماشي منين لنين؟ انا ماشي من جلاس يا باشمهندس للوتر يا باشمهندس. طب انت ماشي منين يعني؟ ماشي من الدنسر للرير. مش احنا قلنا ان القانون ده بيساوي N2 على N1؟ لا لا لا، هي ال N2 اللي هي ايه؟ الرير. N رير على N دنسر، صح؟ صح كده؟ بص، عارف ده بيساوي ايه؟ بيساوي ساين سيتا فاي بتوين تو ميديا. شكرا. شفت لا سحر ولا شعوذه، هم لقوها كده. خلاص، عايز بقى برضو مش وقت براهين خالص يعني. فانت والله الان من دنسر لرير، انت عارف انك بتعكس الكلام ده بيساوي ايه؟ ان رير على ان دنسر بيساوي كام؟ ساين سيتا ايه؟ كريتيكال. شكرا. جبت بقى ايه؟ مثلا ده مديها لك والله ب 1.33 مثلا، وده ب 1.65، هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه. هقول هنا 1.33 على 1.65 بتساوي الساين ايه؟ سيتا كريتيكال. عارف واحد ناصح قوي بقى، قوي قوي قوي، هو ما كانش عارف مين يعني، عارف ولا قال لي رير ولا دنسر، هو حافظ ان هيحط الصغير على الكبير. ايه؟ هيحط الصغير على الكبير ليه بقى؟ هو علم رياضه هو وجامد قوي بقى. قال لي الساين سيتا دي اصلا الريش يعني الفاليو بتاعتها بين 0 و 1، يعني هي ما ينفعش تطلع اكبر من 1، يعني لازم تطلع فراكشن، لازم تطلع اصغر من 1. هو انت عشان تطلع فراكشن يا حماده، ايه اللي هيحصل؟ لازم ديت تكون اقل من دي، لازم النوميريتور يكون اصغر من الدومينيتور، يعني دي 2 مثلا، دي 3، دي 4 تكون دي 5. فهو عارف ان هو يحط الصغير على الكبير على طول، ولا شغل باله، حط 1.33 على 1.65 على طول. وبعد كده عملنا ايه؟ ساين انفرس للحلاوه دي اهي بالكالكوليتور. بس كده كده جبنا الايه؟ الكريتيكال انجل بتاعت التو ايه؟ التو ميديا. تعالى بقى كده، فانا هقول ايه؟ ان دنسر لايه؟ لرير بيساوي ايه؟ العكس، ان رير على ان دنسر بيساوي الساين ايه؟ فاي سي. طب ما تكمل كده، طب ما انت عارف يا حبيب قلبي ان القانون ده بقيته ايه؟ بقيته اهي دي 2 هتشوف 1 على لامدا على ايه؟ لامدا 2 في 1 على في 2 وتكمل. على فكره اقول لك حاجه، ساعات قوي يعني وهوريك المسائل بيديك ايه؟ بيديك الفيلوسيتي بتاعه اللايت في الميديم ده والفيلوسيتي بتاعه اللايت في الميديم ده، ويجي يقول لك هات الايه؟ هات الكريتيكال انجل. عارف مال يعمل كده؟ طب ايه يا حبيب قلبي؟ طب ما هي ايكواليتي اهي كامله، ايكواليتي اهي كامله اهي، 1 ل2 هتساوي ان 2 على ان 1 هتساوي ساين سيتا كريتيكال، هتساوي لامدا 1 على لامدا 2 هتساوي في 1 على في 2. خليتوني نغنيها لكم مع ان انا برفض طريقه الشرح دي الصراحه يعني، بس معلش عشان ايه؟ نعمل كل حاجه عشان يحفظوا. ده انا في فيديو هنزله لكم، التيم بتاعي بيخلوني اتكلم بالهندي، يعني عارف شرحت لك بالهندي وشرحت لك بالكوري ومش عارف اعمل ايه تاني. فهنا رايح من 1 ل2، اهم حاجه تبقى عارف ان ده الدنسر وده الايه؟ الرير. فانت عارف انك دايما لازم الرقم اللي فوق ده يكون اصغر من اللي تحت. عارف ببساطه قوي، انت عشان جاب لك سيرة كريتيكال، انت عارف ان كده كده الريشيو بتوين الفيلوستيز بيساوي الريشيو بتوين اللمضات بيساوي الريشيو بتوين الانات، كل ده بيساوي ساين سيتا كريتيكال. عارف تعمل ايه؟ خد الصغير على الكبير دايما. ايه؟ خد الصغير على الكبير دايما. اداك مثلا السبيد الكبيره، حط الايه؟ حط اعمل ايه؟ حط الصغيره على الكبيره، عشان انت عارف ان الساين لازم يطلع ايه؟ فراكشن. حط الصغيره على الكبير، حط الرقم الصغير على الرقم الكبير عشان خاطري. بس كده. فواحد يجي يقول لي ايه؟ يقول لي وانا دلوقتي حطيت الرقم الصغير على الرقم الكبير، حطيت الفيلوسيتي الرقم الصغير على الرقم الكبير، متشكرين زي الفل كده. طب يا حبيب قلبي، من هنا جبت الايه؟ الساين فاي ايه؟ سي اللي هي الكريتيكال ايه؟ انجل. يبقى القانون ده لازم تحفظه، ايا كان اللي هيديهولك فيه عوض وشوف ناقصك ايه. كده جبت الايه؟ الكريتيكال انجل بتوين تو ميديا. في حاجه تاني برضو عايز اقولها لك، ان احنا ممكن نقول ان ده بيساوي كام؟ بص بقى، ممكن اقول ان هو بيساوي ساين فاي سي 1 على ساين فاي سي 2. ايه الكلام ده؟ معلش كده تعالى بقى كده، ساين فاي سي 1 على ساين فاي سي 2 ممكن انا استخدم الكريتيكال بتاعه الايه؟ الميديم مع الاير. يعني ايه؟ يعني والله انا قلت لك ان كل ميديم ليه كريتيكال لوحده غير الكريتيكال اللي بتوين تو ميديا. فاجي اعمل ايه؟ والله انا معايا ده ب 1.65، اقول ماشي هجيب الكريتيكال بتاعته اهي بتاعه الجلاس بتساوي كام؟ بتساوي ساين انفرس
1 على 6 ايه 1 على 1.65 اللي هي الواحد على الان. خلاص. وهنا ساين انفرس 1 على 1.33. حلو. واعمل ايه؟ جبت الانجلز دي، خد ساين الانجل الصغيره على ساين الانجل الكبيره ببساطه خالص. يعني ايه تاني معلش بس انت هنعمل ايه؟ معلش هنقول ايه؟ ان من دينيسال لرير بتساوي ان 2 على ان 1 ودي انت حافظها، لامدا 1 على لامدا 2 ودي انت حافظها، بتساوي في 1 على في 2 ودي انت حافظها. اللي زودتها لك ان انا قلت لك بتساوي الساين فاي سي اللي هي دي بتوين ايه؟ تو ميديا. عشان انت عندك لبس ممكن في الحته دي، انت عندك 2 فاي سي. ممكن الفاي سي اللي هي بتوين التو ميديا اللي هي في الحاله دي اللي هو انت لو نزلت بيها السيتا بتاعتك هتبقى ايه؟ 90. حلو. ايه الفاي سي الثانيه اللي هي بين الميديم والاير دي؟ يعني بافتراض ان انت لو عندك ميديم والهواء، فالكريتيكال بقى اللي احنا بنجيبها الساين الكريتيكال دي بتساوي 1 على ان. بس شوف ببساطه خالص. فهو راح مربط لك دي بديت يعني، فانا ممكن اروح قايل ايه؟ والله ساين فاي سي 1 يعني ساين فاي سي دينيسر على ساين فاي سي ايه؟ رير. وعشان انا قلت لك ممكن تسهل عليك الدنيا، خد ساين الصغيره على ساين الكبيره، خد الفيلوسيتي الصغيره على الفيلوسيتي الكبيره، خد اللامدا الصغيره على اللامدا الكبيره، خد الان الصغيره على اللامدا الكبيره. دي في حاله ان انت بتجيب التوتال انترنال ريفليكشن وعايز الفاي سي بين التو ميديا. اوكي؟ عشان بس ما تلخبطش. وديت بقى كده ايه؟ وائلز لو. طب ايه؟ طيب ما انت لسه بتبقى عمال تغلط في الناس وتقول لك وائلز لو. لا انا بقى اللي مجمع دي. وبص عشان انا ايه؟ انا مش عارف اقول لك حاجه بقى. اقول لك حاجه، انا مش هعمل محضر. انا هكلم دكتوري، كان بيديني دكتور في هندسه القاهره، خلاص؟ ده اللي عمل ال2 جي، يعني عارف؟ ده اللي بدأ التليفونات، ده عنده شركه في امريكا مليارات كان بيتحكم فيها. هكلمه هقول له ايه؟ شد السيرفر عنهم، شيل، بص شيلها كده عنهم خلاص، افصلها عنهم. ده بيكلمك يقول لك كذا لو مين يا عم؟ لو ده بقاله 3000 سنه، صلي على النبي. تعالى يا احمد، تعالى بقى كده ايه؟ بص عشان انا عايزك دي تاخدها سكرين شوت. خلاص؟ هنعمل ايه بقى في الحته دي؟ بص يا حبيب قلبي، انا عايز اعرف الفاكتورز افكتنج الفاي سي اللي هي الكريتيكال، والان اللي هي الريليتيف الريفراكتيف اندكس بتاع الميديم، والريليتيف ريفراكتيف اندكس بتوين تو ميديا. بص ركز كده بقى معايا. اول حاجه الان، خلاص؟ طبعا كل ميديم ليه ان معينه، فبالتالي ده بيفرق ايه؟ ايه اللي بيأثر عليه؟ التايب، خلاص؟ اوف ميديم. والله انت جلاس، انت ووتر، انت احمد، انت حماده، انت اي حد، مش مهم. فانت اللي هو ايه؟ تايب اوف ميديم. تايب اوف ميديم. تاني حاجه بتأثر عليها ايه بقى؟ بص، الويف لينس اوف انسيدنت لايت. يعني ايه؟ يعني والله اللايت، التايب اوف لايت اللي نازل على الميديم ده، هل هو احمر؟ هل هو ازرق؟ هل هو فايولوت؟ هل هو يعني اي حاجه، اي لون. انت عارف ان كل لون ليه ويف لينس، انت عارف ان انت عندك سبيكترم من الريد للفايولوت. حتى انا قلت لك ايه؟ عشان خاطري احفظ الايه؟ ال 400 الريد الويف لينس ب 400 نانومتر. فايولوت لا ده العكس ده العكس. لا ركز بقى، ده تشوف الثقه وانا بقولها. لا وحشه دي في حقي قوي. لا الريد الويف لينس بتاعته 700 نانومتر، والفايلوت ده اقل ويف لينس بكام؟ ب 400 نانومتر. ركز. فبالتالي انت عندك سبيكترم من الريد للفايلوت، او بقى الحقيقه يعني من الفايلوت للايه؟ للريد. الفايلوت الويف لينس بتاعته 400 نانومتر، والريد 700 نانومتر. ده اقصى ويف لينس وده اقل ويف لينس. وبين ال 400 وال 700 ممكن بقى تلاقي 402 نوع تاني، درجه تانيه من الفايلوت، مثلا ايه؟ مثلا 699 درجه تانيه من الريد، هكذا. فكل لايت او كل لون ليه ويف لينس، فده بيفرق في الميديم. يعني ايه بيفرق في الميديم؟ يعني بيأثر في الميديم. يعني انا لو نازل ريد غير نازل ايه؟ فايلوت، ده هيأثر في الان بتاعت الميديم. يعني شوف الكلمه عشان دي مهمه قوي. هو مش مفروض الان بتاعت الميديم دي ثابته، مفروض، ولكن حسب الويف لينس اللي نازل او حسب الكالر اللي نازل، كل كالر هتلاقي الميديم ده بيتعامل معاه بطريقه مختلفه. ممكن مثلا ركز كده، هو انت مش عارف ان الان انفرس مع اللامدا؟ يعني انت لو انت عندك مثلا لامدا كبيره اللي هي زي الريد،
هتقابل ان قليله، يعني الميديم الان بتاع الجلاس ده لما يشوف الريد مش هيغلس عليه قوي، تخيل مش هيغلس عليه اساسا، هيغلس عليه بالراحه كده. لكن الفايلوت ده اقل ويف لينس، فانت اقل ويف لينس، لا تعالى بقى اغير لك لون، تعالى بقى اغير لك لون. الفايلوت، طب ما تيجي نعملها لك فايلوت صح، يعني عارف معلش يا جماعه الباشمهندس بيلعب بالالوان والامتحان ايه خلاص. الفايلوت مفيش فايده بس ماشي هو نفس اللون. الفايلوت اقل ويف لينس هيديك اعلى ان، يعني الفايلوت الميديم لما يجي يقابل الفايلوت انا ما بحبكش يا اخي ما بحبكش، فهيفضل يغلس عليه قوي، لكن لما يجي على الريد يا مرحب يا مرحب خلاص. فدي لازم تفهمها قوي ان الفاكتورز افكتنج الان تايب اوف ميديم والايه الويف لينس بتاعت الانسيدنت ايه لايت. تعالى كده، طب والفاي سي اللي هي الكريتيكال انجل بتوين التو ميديا، يعني بتوين ايه تو ميديمز كده خلاص. والان الريليتيف ريفراكتيف اندكس اللي هي بتساوي ان 2 على ان 1، وعارفين ان كده كده اساسا ان الساين فاي سي بتوين تو ميديا بتساوي برضو ان 2 على ان 1، بشرط ان الايه ان انت تبقى جاي من دينس يعني لايه لقلنا لرير خلاص. ايه الفكره هنا؟ الفكره ان اللي بيأثر برضو على الاثنين التايبس اوف تو ميديا، نوع التو ميديا خلاص. تاني حاجه ايه؟ الويف لينس برضو اوف ايه؟ اوف انسيدنت كولر، تنازل باحمر ولا باخضر ولا بنفسجي ولا ده هيأثر على قيمهم، على القيم بتاعتهم. اوكي. طيب تعالى بقى كده ايه لشويه ابلكيشنز قد يسالوك فيها نظري مثلا. تعالى في حاجه اسمها الريفلكتنج بريزم. ايه الريفلكتنج بريزم؟ ايه الريفلكتنج بريزم ده بقى؟ بص يا حبيب قلبي، والله بنجيب بريزم كده خلاص، بيسموهم بالعربي حاجه اسمها منشور، يعني سيبك منهم يعني ريفلكتنج بريزم. بس مش هنجيب اي ريفلكتنج بريزم كده يا ولا، لا ده هنجيب 45 90، يعني هنجيب الانجلز بتاعته 45 ديجريز 45 ديجريز 90 ديجريز. اوكي يعني بص هو ده شكله كده 3 دي، حاولت ارسمه لك طبعا ما فيش هنا امكانيات ترسم 3 دي يعني، بس على فكره احنا في السايت بنعمل الحاجات دي عمل، هتلاقي جايب لك كده بريزم وجايب لك بقى ضوء واعمل لك شويه حاجات حلوه قوي. اوكي بص كده، هحاول ان شاء الله انزلها برضو على الفيسبوك او انزلها على حاجه بحيث كل يستفاد يعني. فانت عندك هنا 45 ديجريز 45 ديجريز 90 ديجريز، حلو. الشكل ده مضايقك في حاجه؟ يعني بص شكل 3 دي كده صح يقرف؟ مش علينا يلا سيل خالص اهو ولا اتضايق. تعالى ارسمه لك 2 دي بقى، بص كده لحظه واحده، ارسمه لك بقى قائم حلو كده اهو ده 90 ايه ديجريز، وده ايه 45 ديجريز 45 ديجريز. اول حاجه عايزك تعرفها عن الجلاس او الريفلكتنج بريزم ده، هو معمول من جلاس. معمول من ايه؟ من جلاس. واحنا مجايبين بريزم معين اللي هو 45 ديجريز 45 ديجريز 90 ديجريز. كمان مش اي جلاس كده، لا جلاس الان بتاعته ب 1.5، يعني الكريتيكال بتاعه بايه؟ بص ده هو كده اهو حواليه ايه؟ حواليه اير، فلما اجي اجيب كريتيكال اجيب الكريتيكال بين الميديوم والاير، يعني اقول ان الان بيساوي 1 على ساين سيتا فاي يا ابني. حلو، يبقى هقول ايه؟ الان هتساوي 1 على ساين سيتا فاي سي، يبقى الساين فاي سيتا او الفاي سي يعني هتساوي ايه؟ 1 على ان اللي هي 1 على 1.5، وتجيب الفاي سي بعد ساين انفرس هتلاقيها انها ايه؟ ابروكسيمتلي كده ايه؟ 42 ديجريز. هل ممكن يسال لي عليها يا باشمهندس في الامتحان؟ ممكن يجي يقول لك الريفلكتنج بريزم اللي هو من جلاس، يجي يقول لك واللي هو 45 90، يجي يقول لك مثلا الكريتيكال انجل بتاعته بكام. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو نزلت لايت راي البريزم ده بزاويه او بانسيدنت انجل اكبر من 42 ديجريز هيحصل توتال انترنال ريفليكشن. بس خد بالك عشان بس تبقى فاهم، هو احنا بننزل اللايت فين؟ هو اللايت هيطلع من الجلاس للاير. احنا قلنا بقى خلاص التوتال انترنال ريفليكشن دي يا ابني بتحصل في الدينسر ميديم، من الدينسر بيبقى بص هو يعني كاني في لايت جاي كده عادي خلاص. اللايت ده يعني هو ايه؟ لايت جوه جاي لك منين مش مهم، هو هيسقط كده خلاص، فهو ايه عايز يطلع عادي، لا هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن. يبقى اللايت ايه؟ اللايت المهم ان هو يكون جوه خلاص في الدينسر، يعني نازل في الدينسر. جميل قوي. تعالى بقى نشوف الايه الكيسز بتاعته ايه دنيتها. بص يا حبيب قلبي، هو ده بيفيدنا في ايه في الاول؟
هقول لك بيفيدنا في ايه. بيفيدنا مثلا لو انت عندك غواصه او عندك المنظار اللي انت فاهم كنت بنجيبه زمان واحنا صغيرين ده. ايه اللي بيحصل؟ اللي هو الريفلكتنج بريزم بيغير اتجاه الضوء. ايه بيغير اتجاه الضوء؟ يعني والله انت ممكن مثلا في السب مارينز الغواصات بتلاقي المنظار بتاعه عامل كده بالمنظر ده اهو. يعني تيجي تبص من هنا ازاي تشوف، يعني ازاي تشوف حاجه؟ يعني انت المفروض بتبص لهنا، المفروض بتبص لحته سد يعني، لا هم حاطين لك بريزم هنا وبريزم هنا، فتلاقي في الاخر ان الضوء ماشي كده خلاص. فهو ايه؟ غير لك اتجاهه. غير لك اتجاهه ايه؟ 180 درجه. ايه 180 درجه؟ هو في الاخر خالص، في الاخر خالص بيغير لك اتجاه اللايت 180. حلو الكلام. وهوريك ده بيحصل ازاي برضو. في بقى في المنظار اللي انت بتبص عليه بيغير اتجاه الضوء بتاع حضرتك 90 درجه. يعني ايه 90 درجه؟ يعني والله كانك انت بتبص كده خلاص، هو هيجيب لك الحاجه اللي هنا بالمنظر ده، بالمنظر ده بالظبط. يعني انت كانك بص اول حاجه بتبص هنا كده خلاص، لا انت المفروض الضوء جاي كده، لا هو هيعكس لك الضوء. يعني هو في الاخر خالص انت لما تيجي تبص من هنا هيجيب لك، هيروح اللايت والله يجيب مثلا الناس اللي انت بتبص عليها، هيجيب معلوماتها ويجي لك. فهو في الاخر ايه؟ الضوء ايه؟ اتغير اتجاهه 180 درجه لان دول بارل، ها دول بارل في عكس الاتجاه، يبقى الزاويه بينهم كام؟ 180 درجه. اوكي ماشي. ولكن هنا لما اجي ابص بالمنظار كده انا ببقى باصص على حاجه، ولكن هو الضوء بيتغير اتجاهه 90 درجه. ده بيحصل ازاي؟ هقول لك. بص لو انت نزلت بلايت جوه البريزم على السايد ده او السايد ده اللي بينهم 90 ديجريز خلاص، برضو اللايت هيحصل له ديفيشن 90 ديجريز، هيتحول الدايركشن بتاعه 90 ديجريز. ازاي؟ بص انا لو عندي لايت نازل كده، هو نازل بكام؟ ب 90 درجه اير، وده اللي جوه ده جلاس، فانت عندك اختلاف في الميديم، يعني المفروض يحصل ريفراكشن. بس انت نازل هنا بفاي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو. يبقى اللايت ده هيكمل يا حماده بدون ايه؟ بدون ما يحصل له ريفراكشن. ما تنساش ان دي 90 ودي 45 ودي 45. بس احنا بننزل الضوء بانجل اكبر من ال 42 ديجريز، لان انا جيت قلت لك ان الفاي سي بتاعتي جوه البريزم بايه؟ ب 42. فانا هنزل الفاي اللي هنا اهي، بص كده اهي كده، الفاي ديت هنزلها بزاويه اكبر من 42 ديجريز. هنزلها بكام بالظبط يا باشمهندس؟ هنزلها ب 45. يعني الانجل دي كده ايه؟ 45. طيب يعني انت دلوقتي منزلها بانجل اكتر من ايه؟ تعالى برضه ايه اظبطها لك اهي اهي اهي، بص كده دي كده 45 ديجريز. فانت نازل جوه البريزم بفاي اكبر من الايه؟ من الفاي كريتيكال. هيحصل ايه؟ هيحصل توتال انترنال ريفليكشن ب 45 بالمنظر ده اهي. فواحد يسالني ايه اللي هيحصل بعد كده؟ والله اللي هيحصل بعد كده حضرتك جاي هنا كده عند النقطة دي، فالنقطة دي المفروض يحصل ايه؟ ريفراكشن، لأن أنت طالع من جلاس لإير، ولكن أنت هنا الزاوية دي كام؟ الزاوية دي بزيرو، يبقى هيمشي كده بدون ايه؟ بدون ريفراكشن. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل والله انت الضوء كان ماشي كده، ايه اللي حصل له؟ اتغير اتجاهه ب 90 درجة. ده لو ايه؟ لو انا نزلت على السايد ده او السايد ده، اي سايدز اللي بينهم 90 ديجريز ده اللي هيحول لك الايه؟ اتجاه الضوء ايه؟ 90 ديجريز. حلو. حاجة كمان، طب انا لو عايز اغير الضوء بايه؟ ب 180 درجة اعمل ايه؟ بص خلينا نقول حاجة هنا. أول حاجة هو هنا الأنجل أوف إنسيدنس أو الأنجل أوف انترنس. شوف الكلمة، زاوية الدخول البريزم كانت بكام وزاوية الخروج كانت بكام. الأنجل أوف إمرجنس من البريزم بزيرو، والأنجل أوف انترنس للبريزم بزيرو. يعني أنت بتدخل البريزم بسايد في سايد من السايدين اللي بينهم 90، أول حاجة بإنسيدنت أنجل زيرو، والأنجل اوف اميرجنس الخروج برضو بكام؟ بزيرو. طيب الديفيشن اللي حصل اوف لايت دايركشن كان كام؟ 90 درجة 90 ديجريز. اوكي حلو قوي. تعالى يا احمد بص بقى، طبعا بالراجل ده على فكرة ما بتقوش يعني ماشي، بس هو ايه خلينا يعني ايه، هو طبع علينا كلنا يعني، اللي هو بيقعد بص ياكل الحمام كده وراجل مقرف قوي يعني. هنخلي برضو الدكتور كان بيديني يشد السيرفر
يقطع عنه. انا بعد كده على فكره اللي مش هيعجبني هشده عنه السيرفر خالص او اوقع له الدنيا بتاعته كلها. بص عندي هنا ايه برضو نفس البريزم 90 ديجريز 45 ديجريز 45 ديجريز. حلو. قلت لو انا مشيت من اللايت من هنا او من هنا هيتحول 90 درجه. لا انا عايز اعمل ديفيشن اوف لايت ب 180. اعمل ايه؟ عندي هنزل هنا كده بانسيدنت برضو زيرو. بص اهي نازل هنا بكام؟ الفاي بايه؟ بزيرو. فمش هيحصل ايه؟ مش هيحصل ريفراكشن، هيكمل. فهيخبط في البريزم بزاويه كام؟ بزاويه 45 برضو. شاطر شاطر شاطر. حلو قوي. فيحصل ايه؟ انت ال 45 دي اكبر من ال 42 بتاعه البريزم، فيحصل توتال انترنال ريفليكشن. اوكي اهو بالصدفه هيقع هنا برضو بزاويه 45 ايه؟ درجه، اكبر برضو من ال 42، فيحصل له توتال انترنال ريفليكشن. في ايه يا باشا؟ يطلع كده. هقول لك ليه دي 45 ودي 45، انا مش هفوتها لك يعني بس هقولها لك. فانت في الاخر خالص الضوء ايه؟ كان جاي كده. بص الانجل الدايركشن اتغير بايه؟ ب 180 درجه. حلو. يبقى اول حاجه الديفيشن بتاع الدايركشن ب 90 ديجريز. في حاجه مشتركه بين ده وده، ان ايه؟ ان الانجل اوف انترنس والانجل اوف اميرجنس زاويه الدخول كانت بكام؟ كانت بزيرو برضه. خلاص؟ الاثنين بزيرو. جميل قوي. ليه هو لما نزل ب 45 هيتعكس ب 45؟ طب ليه لما نزل هنا لقينا دي برضو 45؟ بص يا حبيب قلبي، مش دي كلها 90؟ دي 45 متبقي منها كام؟ 45. طب ده انت دلوقتي التريانجل ده مش 90 45 يبقى ده 45. طب الحته دي مش 90 يبقى دي 45 وهو هيتعكس ب 45، فهيطلع برر اللي ده، لان انت دلوقتي خلاص بقت ايه؟ نفس الانجلز. واحد مش عارف ان هي هتطلع كده، هقول لك هثبت لك. دي كده ب 90 برضه، دي 45 يبقى دي 45. حضرتك عندك تريانجل هنا في 45 و45 يبقى متبقيه ايه؟ 90 ديجريز. هنا داخل ب 90 كده، داخل نورمال، هيطلع نورمال. شفت؟ بس كده. فانت اهم حاجه عارف ان الانجل اوف الانسيدنت بتبقى بزيرو، الانجل اوف امرجنسي بزيرو، بينزل يخبط في البريزم بعد كده بزاويه 45 يحصل له الانترنال بتاعه. فواحد يجي يقول لي طب انا عايز اضمن انه يحصل له توتال ريفليكشن على حق بقى. شوف الكلمه على حق دي هنعملها ازاي؟ اقول لك. اولا هم ليه بيفضلوا البريزم عن المرايه؟ اولا البريزم الافشنسي، البريزم اللي بنتكلم عنه ده الافشنسي بتاعته ب 100% والكمال لله وحده. من الاخر يعني هو تلاقيه مش 100 قوي بس احنا هنقول عليه 100. فهو احسن ميرور يا جماعه. بعد فتره البريق بتاعه اللي هو فاهم بيبقى عليه بريق كده مدهون بيخف. فايه اللي بيحصل؟ اللايت يجي ينزل خلاص يضيع شويه منه فما يتعكسش زي ما هو. فدي مشكله. تاني حاجه انا بعمل ايه؟ باجي بقى على السايد ده والسايد ده والسايد ده ادهن حاجه اسمها ايه؟ كرولايت. تقريبا يعني بتتكتب كده تقريبا. ايه هو يعني؟ من الاخر حاجه اسمها مغنيسيوم اهو. دي بقى المغنيسيوم صح بقى، فلورايد خلاص، والومنيوم فلورايد. ده بيعمل ايه؟ والله يا جماعه الطبقه ديت بتقلل الكريتيكال انجل. هو انت لما تقلل الكريتيكال انجل مش انت تقدر تعلى عليها؟ يعني انت تخيل باجي اقول لك ايه؟ بقول لك انت لازم الانجل اللي تسقط بيها على البريزم تكون اكبر من 42. فانا جيت قلت لك لا، حتى لو انت جبت زاويه اكبر مثلا من 35 انت هيحصل لك توتال انترنال ريفليكشن، فانت بتضمن التوتال انترنال ريفليكشن في الحاله دي. حلو قوي. ده اول ايه؟ اول ابلكيشن. طب تاني ابلكيشن حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها الاوبتيكال فايبر. وده بقى ايه شغلنا يا جماعه؟ وده شغل ايه؟ اتصالات. ايه الاوبتيكال فايبر ده؟ اول حاجه يا ابني الاوبتيكال فايبر الاسلاك اللي تحت الارض اللي هي بتاعه النت اوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبر دي ما بتسربش اي سيجنالز، ما بتسربش اي ويفز. بتيجي حضرتك تتكلم المكالمه بتطلع للبرج، البرج بعد الارض خلاص تمشي في اسلاك. اوعى بقى تفتكر ان الاسلاك دي من نحاس مثلا، لا طبعا مش هحط اسلاك نحاس تحت الارض، لا بحط اوبتيكال فايبر. فالاوبتيكال فايبر ده بيحافظ ان والله اي ويف عندي تمشي جواه من غير ما يحصل لها لوسز، وابقى ضامن. انت عندك طبعا بقى ايه؟ انعوجات في الارض وحاجات، لا الاوبتيكال فايبر ده كمان مرن، تقدر بقى تتنيه وتعمله، وكمان الويف مش هيحصل لها حاجه. فالاوبتيكال فايبر هو ثريد خلاص، خيط كده زي ايه؟ التيوب اوف ترانسبيرنت خلاص ماتيريال. خلينا بأدق شويه الاستيك ماتيريال. يعني ايه؟ يعني هو والله بص خيط كده بسيط قوي رفيع قوي كده
خلاص شفاف ومرن، يعني تقدر ايه تعوجه كده وزي الفل، والدنيا تبقى زي الفل، والويف هتخش هتطلع مش هيحصل لها لوسز. ممكن نجيب والله تيوب واحده او حزمه تيوبس كده مع بعض، خلاص يعني ممكن اجيب ايه خيط ومع خيط تاني ومع خيط تاني واعملهم حزمه. ايه اللي بيحصل؟ الايديا اوف وركينج، لو جه قال لك الايديا اوف وركينج او الساينتفك، يعني الساينتفك بتاع الموضوع ده هو ايه؟ هو التوتال انترنال ريفليكشن. ايه الفكره بقى؟ الفكره ببساطه ان والله يا ابني انت عندك دلوقتي ايه الاوبتيكال فايبر اهو. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الضوء بيدخل جواه كده بزاويه تكون اقل من اكبر من الكريتيكال انجل. هيحصل ايه؟ هيحصل ريفليكشن. هيجي برضو هنا بزاويه اكبر من الكريتيكال. الضوء بيدخل جواه بيحصل له حاجه اسمها مالتيبل ريفليكشنز، بيفضل يحصل له ريفليكشنز ريفليكشنز ريفليكشن ريفليكشنز ريفليكشنز لحد ما يطلع. بس هي دي الفكره. انا بقى هنا ايه، والضوء ده بيحصل له ما بيحصلوش لوسز، نو لوسز او ابروكسيمتلي، يعني نو لوسز، بيحصل لوسز شويه صغيره كده وبعرف اتغلب عليهم. فانت عندك حاجه تنقل فيها. اول حاجه ده بيستخدم في الميديكال، بنشخص بيه مثلا، او انت لو هتدخل بتعمل المناظير مثلا بالليزرز والحاجات ديت بنعملها بايه؟ باوبتيكال فايبر، عشان ابقى ضامن ان الليزر ما يحصلوش ايه تسريب، يمكن مثلا فاهم يقطع فشه كده، ولا يقطع فاهم كيلو، ولا يقطع حاجه، طبعا دي هتبقى مصيبه. فبالتالي ايه، ببقى عامل اوبتيكال فايبر. عندك الاتصالات زي ما قلت لك، عندك كمان ان انت بتقدر تبعت الويفز بتاعتك او الضوء بتاعك لاماكن بعيده جدا، خلاص، واماكن وعره وطرق بص ماشيه عامله كده، وانت بتحط برضو الاوبتيكال فايبر عامل كده، واللايت ما بيحصلوش لوسز. بس الفكره في ايه؟ الفكره في حاجه واحده. الفكره يا حبيب قلبي ان حضرتك ممكن يحصل شويه لوسز، فواحد ناصح يجي يقول لك ايه، طب ما نحط طبقه تانية فوقيه كده، نحط طبقه اوبتيكال تانية فوقيه، بحيث والله ان هو لو حصل تسريب منه، التسريب ده يعني بص لو اللايت داخل كده ما حصلوش انعكاس وجلدي، هيحصل انعكاس وهيكمل كده تاني. ليه بقى؟ لان انا الطبقه اللي فوق ديت الان نسمي دي ان 2، ونسمي الطبقه الانترنال ان 1، ان 2 اكسترنال، خلاص، اقل من ان ايه؟ ان انترنال. فانت دلوقتي عامل الان اللي بره اقل من الان اللي جوه. ازاي؟ يعني حضرتك والله نازل بانجل كده، المفروض يحصل لك ريفليكشن، خلاص، لان اللي جوه الان اللي جوه دي كبيره، يعني الكريتيكال بتاعها صغير، فانت المفروض ان انت تقدر تتغلب عليها بسرعه ويحصل لك ريفليكشنز. بس ممكن يحصل لوسز. هو انت يا ابني بيدخل لك هنا ري واحد؟ ده بيدخل لك هنا 50,000 ري. ممكن بقى ري منهم يجي كده للطبقه اللي بره، نسيبه يهرب، هنجيبه نحط له بقى ايه؟ اكسترنال. فهو لما بينزل لهنا، خلاص، انا حاطط له ان صغيره، يعني حاطط له كريتيكال كبيره، لان هو لما يجي يهرب هيهرب بزاويه كبيره قوي، فهي اهم حاجه انها تكون اكبر من الكريتيكال، خلاص، وبالتالي ايه؟ بالتالي يحصل له ريفليكشن تاني. بس ودي على فكره بنستخدمها عندك اسلاك مثلا الدش والحاجات دي كلها، بنعمل حواليها كوتنج، حاجه اسمها كوتنج، وحاجه اسمها بقى بنحط بقى ايه؟ عزل وحاجات من دي، كل دي عشان ما نخليش الويفز ايه؟ تهرب. حلو. يلا بينا يا شباب نكمل، نخش بقى على الديفيشن بتاع اللايت في التريانجلر بريزم. بس حابب احكي لك قصه كده في الاول افصلك يعني. حدثني احد الاخوه اللي هم عارف بعاد عن ربنا شويه، يعني ربنا يهديهم، قال لي ايه؟ دخل على الفيس قال للتيم بتاعي انا عايز اتكلم مع باشمهندس احمد وائل. ايه ده؟ هو ينفع؟ ما انا عمال يا ابني اقول لك، ما انت لو كملش الفيديوهات اعمل لك ايه اكتر من كده؟ يعني انا مش عارف، عمال اقول لك تواصل معايا، انا اللي بحل الاسئله العلميه، انا بعمل جداول للطلبه بتاعتي وبساعدهم في اي حاجه يا باشا، انا اساسا يعني فاهم لايف كوتش قد الدنيا، بس مش عارف احل مشاكلي الحقيقه يعني. بس المهم، فكلمني قال لي يا باشمهندس انا مكسور، وكلمني عن يعني العواطف بتاعتك، ويعني حياتك العاطفيه شويه، يعني عايز ياخد العظه يعني. فبعيدا عن ان هو ده مش وقته، وان احنا ورانا امتحان، وان انت حضرتك لو منكسر او لو انت مكسوره او كل الكلام ده، مفيش وقت دلوقتي، خلينا نموف اون بقى، فاهم؟ ونخش بقى يعني هننزل الجيم يا باشمهندس؟ لا، خلي بعد الايه؟ النوفمبر انزل الجيم بقى وكسر لنا وارمي لنا كده الاوزان في كل حته، بنبقى عارفينكم، بنقول بنموف اون يعني. فقال لي حدثني كده شويه. قلت له والله يا ابني في 2008 كده نزلت ديت، خلاص، فقاعدين بتقول لي ازيك؟ قلت لها ازيك وبتاع. فقلت لها على فكره انت صوتك حلو، يعني في شويه فريكونسي كده، مزيكا في ودني. بقول لها هاي فريكونسي، المفروض الاقي رد منها، يعني ايه يعني؟ لقيتها قاعده كده
تعمل لي كده، تعمل لي انا كده، يعني قاعده ساكته. طب انت عملت ايه يا باشمهندس؟ قمت مشيت لان دي غبيه وانا مش عايز اعرف اغبيه. ومن ساعتها قلت له انا اترهبنت وركزت لكم في الفيزياء، قاعد بقى ليل ونهار في الفيزيكس كده، باكل فيزيكس وبشرب فيزيكس وقاعد للفيزيكس. يعني على فكره الجواز دلوقتي بالتنسيق عشان تبقى فاهم، يعني اصل ايه يعني لما اقول لها هاي فريكونسي يعني وتقول لي اصل الكلام ده يعني ايه هاي فريكونسي؟ انت عارف يعني ايه هاي فريكونسي؟ مش عارف؟ يبقى في الفيديو وامشي انت كمان. اصل هي لو بقت كده هاي فريكونسي يعني عارف صوتها كده كان ايه حاد حاد شويه، عارف حلو كده، يعني عارف اللي هو ايه من الاخر عامل زي الصوت السيفي كده. لو ما قلتلهاش بقى صوت سيفي، كان في 2008 يعني ما كانتش لسه ياسمين عز دي طلعت، فبقول لها ايه هاي فريكونسي، المفروض تفهم. دي بينتها كده من البدايه. اصل انا كنت في الاول ايه قلت ارمي لها كده هاي فريكونسي، عارف الباشمهندس بيحب ايه يرمي كده، وقلت بعد كده هبقى اعمل لها امتحان فيزيكس اشوف هتجيب كام. من بدايه القصيده زيرو، يعني ده كده اي كيو زيرو. فاكتب لي في الكومنت المشكله عندها ولا المشكله عندي. فبعيدا عن كل دوت ارمي كل ده وخلينا نركز دلوقتي في المنهج، وارمي كل مشاكلك العاطفيه عشان ما تبقاش في الاثنين هيبقى زي الزفت كده. تعال نشوف الديفيشن اوف لايت ان تريانجولار بريزم. بص يا حبيب قلبي انا جاي لك بالزتونه. اولا انا عندي بريزم كده جميل جدا، وعندي لايت نازل كده على البريزم، يا ولا يا ولا يا ولا اهي بفاي جميل قوي. ايه اللي هيحصل؟ انت حضرتك جاي من اير او جاي، بقول لك جاي من ميديا ما تخلوش اير، جاي من ميديا، وهنا الايه ان بريزم يعني ميديم تاني، ميديم تاني خلاص. بس معلش كده ايه مش عايز تتمسح، بس ان بريزم. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ريفراكشن بزاويه سيتا. لو سمحت سمي لي دي فاي 1 وسمي لي دي سيتا 1. خلاص ده هيكمل كده. اوكي هنا دي انترفيس بين تو ميديم مختلفين، يحصل ريفراكشن. اوكي فدي هينزل كده. بص انا كنت عارف، انا كنت عارف ان انت هتقول لي ان دي هي الفاي، ما انا عارفك، ما انت قاعد دلوقتي قاعد عامل كده وقاعد باصص لي يا ابني قوم خلاص خلصت. فهنا دي ايه فاي 2 ودي كده سيتا 2. وعشان خاطري سمي لي دي انجل اسمها ايه؟ ايه الايه ديت؟ دي حاجه اسمها الابيكس اوف ايه؟ في ناس على فكره بتقعد تتكلم كده وبيفرشوني وتتل الابيكس اوف مش عارف ايه، قال يعني هو هيطور في الفيزيكس يعني وهيطور في الماس وهيطور في الكلام ده يعني. بس معلش ده علماء ما كانوش بيتكلموا كده. ابيكس اوف ايه؟ اوف تريانجولار بريزم. انا ببقى عايز اقول له ايه؟ يعني مالك يا حماد ما تنشف شويه، دي فيزيكس يعني المفروض فيزيكس. ايبكس اوف ايه تريانجولار بريزم انجل. الانجل ديت هي بتبقى ايه بقى عشان بس تبقى فاهم؟ الانجل دي بتبقى بين التو سايدز اللي بينزل عليها اللايت وبيخرج منها اللايت. يعني هنا اللايت نزل على الايه السايد ده وخرج من الايه من السايد ده، يبقى الانجل اللي بين التو سايدز دول هي اسمها الايبكس، هي الايه نوت دي. فانت شايف كام انجل هنا كده دلوقتي؟ انا والله يا باشمهندس شايف فاي 1 اللي هي الانجل اوف انسيدنس، وشايف سيتا 1 اللي هي الانجل اوف ريفراكشن الاولانيه، وشايف فاي 2 اللي هي الانجل اوف انسيدنس الثانيه، وشايف سيتا 2 اللي هي الانجل اوف اميرجنس الانجل بتاعه الخروج او الانجل اوف الريفراكشن الثانيه، وشايف حبيبتنا الايبكس ايبكس اوف تريانجولار بريزم. طيب لو تاخد بالك من حاجه، هو مش اللايت ده كان ماشي كده؟ يعني هو لو كان كمل في مساره هيمشي كده صح؟ يعني بص المفروض كان ماشي كده. هو بقى ماشي فين دلوقتي؟ بقى ماشي فين؟ بقى ماشي كده. شوف يعني ده ايه؟ ده اتجاه اهو اتجاه اللايت دلوقتي مش اختلف. يعني بص يعني هو اللايت كان ماشي كده، حضرتك بقى ماشي كده، يعني حصل له ديفيشن. الانجل بتاعت الديفيشن دي بنسميها الدلتا ديت. بص الانجل اوف ديفيشن ديت خلاص هي بص كأن ايه يعني هو كان ده الاول ماشي في مساره كده بقى ماشي كده، فدي كأنها ايه جه كده بايه بانجل سميناها الايه الانجل اوف ديفيشن، ودي الانجل الثابته بتاعتنا المهمه. فانا حضرتك عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الانجل اوف ديفيشن دي. تسمع كلام الباشمهندس تسمع، هرينا في الكلام ده كتير. انا عايزك تحفظ القوانين اللي هتحل بيها. اولا هنحفظ ايه؟ والله يا حبيب قلبي وانت شايف اتنين انهي انجلز جوه؟ والله يا باشمهندس الرسمه المعفنه ديت انا مش عجباني خالص اهي. بص كده هرسمها لك اوضح. انا عايزك على فكره اول ما تخش الامتحان ترسم الرسمه ديت وتستنتج قوانينك في ثانيه اهي كده اهي. تروح قايل ان دي فاي 1 خلاص، حصل هنا كده اهي سيتا 1 خلاص. بص كل انترفيس لازم تحط الايه النورمال ما تنساهوش. ادي دي كده فاي 2
خلاص حصل هنا ايه كده اهو سيتا 2 اهي، ودي الايه الابيكس انجل. اوكي وادي اهيت دي الالفا. بص بقى ركز معايا، عايز اجيب الابيكس هعمل ايه؟ هعمل الانجل دي زائد الانجل دي، التو انجلز اللي جوه جمعتهم هتدي الابيكس على طول. بص انت لو رسمت على طول هخليك تستنتج، هتقول ايه؟ هتقول الابيكس بتساوي كام يا ولا؟ هتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. التو انجلز اللي جوه لو جمعتهم هتديك الايه؟ الابيكس بتاعت الفيزيكس، بيتكلموا كده ابيكس. طيب هنعمل ايه؟ انت جمعت التو انجلز اللي جوه صح؟ اجمع التو انجلز اللي بره بس عشان خاطري ماينصهم من الابيكس. مش هقدر يا جدعان افضل كده كل شويه اتريق الصراحه، بس هو ايه؟ لو جمعت فاي 1 زائد سيتا 2 اهي، فاي 1 زائد سيتا 2 وماينصتها من الابيكس هتدي ايه؟ هتدي حاجه اسمها الانجل اوف ديفيشن. انا عداني العيب، اجمع التو انجلز اللي جوه اديتك الابيكس، هتجمع التو انجلز اللي بره وعملتها ماينس من الابيكس هتديك الانجل اوف ديفيشن يا حبيب قلبي. بس كده. دول القوانين. عندي قانون ثالث وهو الان بتاعتي. هو انا دلوقتي عشان الان دي اجيبها هقول ايه؟ اقول لك تقول ايه؟ بمنتهى البساطه هقول والله انت كنت جاي من الاير للبريزم صح؟ كنت جاي من الاير للايه؟ للبريزم صح كده؟ اوكي ماشي. بص كده هقول ايه؟ هقول انا جاي من الاير للبريزم، يعني هقول ايه؟ ان 2 على ان 1 يعني ان بريزم على ان ميديم. خلي بقى دي ايه؟ خليها سبيسيفيك اكتر، فسميها ايه؟ سميها ميديم اهي، من الميديم للبريزم هقول ان بريزم على ان ميديم. ده بقى هيساوي كام؟ عامل لك مفاجأة. كل دي قوانين انا استنتجتها لك، انا جاي الم لك. فهنقول ايه؟ هنقول ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. طب ما هو بص من اللي بره للي جوه، ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. على فكرة هو مفيش حد بيحفظ القوانين غير ان هو يربطها مع نفسه بطريقة ما. انا عايزك بقى تخش فاهم معاك دي، تكتبهم على قفا زميلك، تحفظهم، فاهم؟ يبقوا معاك، لازم يبقوا معاك. يعني انت داخل حضرتك تقول لهم وريني ورقة الأسئلة وانت معكش القلم، ده ايدك ورجلك. ان بريزم على ان ميديم هتساوي كام؟ هتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. شكرا. ساين دي على ساين دي، ساين دي على اللي بره على جوه. طب ما انا يا ابني ما انا جاي كده، مش انا جاي كده اهو، جاي من جوه من بره لجوه اهو، يبقى ساين دي على ساين دي وبتساوي كام بقى؟ انت عندك تو انجلز تاني عشان خاطري بقى، انت المره دي خدت من اللي بره للي جوه، المره دي خد ايه؟ انت خدت هنا ايه؟ ساين اللي بره على ساين اللي جوه صح؟ طب ما تمشي نفسها برضو، طب ما تاخد ساين اللي بره على ساين اللي جوه برضو، بسيطه خالص 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 خالص. ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. شكرا. يبقى ادي القانون ده والقانون ده، وخد بقى اللي هي الان اهو التالت بتاعهم، ان الان بريزم على الان ميديم هتساوي ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 هتساوي ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. بص طب افرض بقى الان ميديم اللي بره بواحد، خلاص يبقى دي ب1، يبقى انا كده كأني ايه؟ جبت الان ايه؟ الان بريزم وشكرا. واحد يجي يقول لي هو انا مش ممكن اساوي القانون ده مثلا بالكريتيكال؟ انت ايه اللي جايبك للكريتيكال تاني عشان خاطر يا باشمهندس؟ ما انت ممكن فعلا الميديم ده يكون ب1، فانا بقول لك الان بريزم بتساوي الكلام دوت. على فكره القانون ده، على فكره الحته دي كده انا مستنتجها لك قبل كده من القانون الكبير اللي فيه اللمضات والفلوستات اللي انا محفظها لك، انا كتبت لك عليها وائل زلو يعني. فالان بريزم اللي هي بتساوي 1 على ساين سيتا كريتيكال. السيتا كريتيكال دي للتوضيح اللي هي بين ايه؟ بين البريزم والاير. بس هي دي القوانين بتاعت الديفيشن. هوريك بقى شويه سبيشال كيسز بتجيلك في المسائل حضرتك. يعني انت بتفضل ايه؟ حاطط اول حاجه تخش تكتب القوانين دي وتبدا تشوف معاك ايه ومعاكش ايه، وانا احل لك، اعمل لك حصه حل كبيره جدا على فكره. هوريك بقى شويه كيسز تطلع منها الجيفنز ازاي. طيب يا شباب تعالى كده بقى نروح لشويه سبيشال كيسز هتجيلك في المسائل. اوكي، وانا احلل لك على فكره برضو عليها في المسائل. لو لسه بتتابعني لحد دلوقتي في الفيديو يعني وضح لي، يعني فاهم،
اكتب لي اي حاجه، اكتب لي بقدونس، خش اكتب بقدونس، بقدونس، وانا عارف ان انت وصلت لكده. خلاص لقينا كده بقدونس، عشان انا لسه جعان برضه. يعني شوف طولتوا معايا في الحصه، وانا قلت لك انا جاي من فرح كده، ويعني الناس روحت نامت وكله راح يهاف فن، بس اكل التونه صعب يا جماعه، معلش. يلا، بس اهم حاجه مصلحتكم، انا مش عايزك تيأس من حاجه. صدقني فيها اوقات كتير قوي انا مريت فيها بضيقه. اوقات كنت ساعات بيتراكم عليا حاجات كتيره قوي في الكليه، فاجي حرفيا قبل الامتحان ب 48 ساعه انا مطبق. عارف يعني ايه 48 ساعه مطبق؟ قهوه في قهوه في شاي، انا قايم بعمل شاي لاجل ان انا اقوم اعمل اي حاجه، يعني فاهم؟ مش خلاص بقى زهقت من القعده، فاهم اللي هو ايه، 5 دقايق كده بعمل كوبايه شاي. وعايز اقول لك والله العظيم ساعات بتبقى جنبي وبنساها وما بشربهاش، يعني مش عايز اشرب حاجه، بس اللي هو ايه، انا بعمل حاجه. وعايز اقول لك في الاخر والله العظيم بعد 48 ساعه تطبيق انا بخش اقفل بفضل ربنا وبكرمه، بعد ما انت داخل اساسا جايب شويه حاجات وربنا بيكرم وما بتجيش. تخيل انت، ده كان بيحصل لي زمان في الكليه. فانا كان دايما ايه، دايما بقول مثل او بقول شعار: اعمل الحاجه حتى لو في اللحظات الاخيره، المهم ان انت عملتها، وان انت تيجي احسن ما تجيش خالص. اصل انت دلوقتي خلاص انت جاي تتفرج على الحلقه دي النهارده، يعني ليله الامتحان مثلا، هتعمل ايه يعني؟ فاهم؟ ما قدامكش غير انك تذاكر. يمكن يا عم اللي تذاكره يبقى 60% من الامتحان، اديك جبت 60%، حلوين. يمكن اللي انت ذاكرته يكون الامتحان كله. صدقني انك تحاول احسن من انك ما تحاولش. فما تيأسش، اشتغل، لان مفيش حاجه غير انك تشتغل. اصل هنعمل ايه؟ فاهم؟ انت فكر فيها دايما اللي هي ايه، هنعمل ايه؟ هنقعد نندب؟ هتقعد تندب لا هتحل ولا هتربط. فربنا معاك واستعن بالله، وان شاء الله انا ثقتي فيكم كبيره، وان شاء الله الجيل اللي طالع ده انا واثق فيه قوي، لان هو متقدم في التكنولوجي. وان شاء الله انا كمان في الاجازه هنزل لك كورسات برمجه وحاجات. على فكره يا جماعه انا اساسا يعني ان شاء الله خلاص هتعين معيد قريب في الجامعه، وبدي كورسات برمجه وبدي كورسات ديجيتال. ان شاء الله ده هيبقى على سكيل اوسع وسايت اوسع وكلام من ده هتشوفوه قدام. فالحلم بيبتدي فاهم من فكره، بس ما تبخلش في نفسك، ده اهم حاجه. يلا بينا. بص، اول حاجه لو انا اللايت جاي لي كده، اللايت ري جاي لي كده، حلو. طب ما انت لازم تفكر ان هو نازل نورمال كده، صح؟ يعني كده يبقى ده ايه؟ يبقى اول حاجه يا باشا فاي 1 بتساوي سيتا 1 بتساوي 0. شفت؟ على طول في ثانيه. طيب وبقى عندي فاي 2 وسيتا 2. رص القانون، قلنا الايبكس بيساوي كام؟ بيساوي الاثنين سيتا اللي جوه، اللي هو مين؟ اللي هو سيتا 1 زائد ايه؟ فاي 2 بقت بزيرو. يعني الاي دي بتساوي كام؟ بتساوي فاي 2. شفت؟ شكرا، خلاص كده. طيب تعالى للايه؟ للانجل اوف ديفيشن بتساوي كام؟ الانجل اوف ديفيشن بتساوي مجموع الانجلز اللي بره، اللي هو فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص الايبكس، صح؟ فاي 1 بكام؟ بزيرو. يعني الانجل اوف ديفيشن بتساوي كام؟ دي كده بزيرو، بقت بتساوي كام؟ سيتا 2 ناقص ايه. طب الحاجات دي احفظها يا باشمهندس؟ لا، الحاجات دي ما تحفظهاش، الحاجات دي تاخد بالك منها وانت بتحل، دي جيفنز. بس هو بدل ما كاتبها لك حطها لك على الرسمه بس بمنتهى البساطه خالص. طيب تعال نكمل، تعال نشوف الكيس دي. الكيس دي انت عندك اللايت هنا، تعال اجيب لك مثلا لون تاني عشان يبان لك الدنيا. انت عندك هنا والله عادي انسيدنت راي نازل بانجل فاي 1 وطلع بايه؟ حصل له انكسار بسيتا 1، خلاص. بس بعد كده طلع نورمال كده. الله، نورمال كده يعني ايه؟ يعني الانسيدنت الثانيه بزيرو، والسيتا 2 الانجل اوف اميرجنس بزيرو. على فكره ممكن عارف يجيب لك سؤال زي ده في تشوز بنكله، عارف بنكله كده بنص درجه بدرجه، ويجي يقول لك ايه الانجل اوف اميرجنس بكام، وانت تشوف بقى وتقعد تحل وتقعد تعمل وتعمل هو اساسا مديها لك ان الانجل اوف اميرجنس بكام؟ بزيرو. بس سؤال بنكله. طيب هنا برضه هكتب، دايما اكتب القوانين اللي انا محفظها لك اهي. هنا كام؟ فاي 1 زائد ايه؟ انت بتجمع ايه؟ الايبكس بتجمع اللي جوه، سوري يا جماعه دي ايه؟ دي سيتا 1 اهو، زائد ايه؟ فاي 2. هي فاي 2 بكام؟ مش بزيرو؟ يبقى الايبكس عندك بقت بتساوي كام؟ بقت بتساوي سيتا 1 في ثانيه. ممكن اساسا يبقى مديك سيتا 1 دي بكام ويجي يقول لك فاين ذا ايه؟ ايبكس اوف بريزم، وانت عمال تلف وهي اساسا مديها لك بس كده. طيب عندك الايه؟ الالفا بتساوي كام؟ بتساوي الفاي 1 زائد السيتا 2 ناقص الايبكس. هي فاي 1 موجوده بس سيتا 2 بكام؟ بصفر.
يبقى دي بقت بتساوي كام؟ فاي 1 ناقص الابكس. شكرا. طيب بس عايز اسالك سؤال، هو انا لو عاوز اجيب الان بريزم هنا، مش انا جيت قلت لك الان بريزم بتساوي ساين اللي بره على ساين اللي جوه؟ يعني ساين فاي 1 على ساين سيتا 1 بتساوي ساين فاي 2 على يا جماعه ساين سيتا 2 اللي بره على اللي جوه، اللي بره على اللي جوه، اللي بره على اللي جوه، دي كانت ناقص الابكس اهي، يبقى ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. طيب هستخدم هنا انهي قانون؟ هستخدم القانون ده، ليه؟ لان الفاي 1 معايا والسيتا 1 معايا، لكن انت لو استخدمت ده يديك صفر على صفر، فيقول لك اندفايند. اندفايند ازاي يا ابني؟ ما هو مديك دي على دي، ما خلاص القانون ده ما ينفعش، دي خلاص كده ما تنفعش في الحاله دي، خلاص هستخدم دوت ببساطه. تعال طب افرض هنا عندي انسيدنت ري اهو، خلاص تعالى ايه نظبطها شويه الرسمه ديت اهي، عندي كده بالمنظر ده اهو، انسيدنت ري نازل، اعمل النورمال بتاعك، ادي دي كده فاي 1، خلاص حصل انكسار اهو، بس انت لقيت الامرجنس بتاعك كده اهو، دي سيتا 1. يعني ايه الامرجنس بتاعك طلع تنجنت كده؟ يعني يا ريس دي 90 درجه، يعني السيتا 2 هو اساسا مديها لك ب 90 ديجريز. يعني عارف ده ممكن تفهمه ايه؟ تفهموا ان فاي 2 اساسا بتساوي الكريتيكال انجل. هو هيحصل حوار التانجنت دي ان السيتا او الانجل اوف ريفراكشن تبقى ب 90 غير لما تكون نازل بانسيدنت بتساوي الكريتيكال بالظبط. حلو، يعني انت عندك هنا الحته دي كده اهي، الفاي 2 هي ايه؟ الفاي 2 هي الكريتيكال انجل بتاعت يعني دي بتساوي كام؟ بتساوي الواحد على ان. الساين سيتا الساين كريتيكال بتساوي الواحد على ان. يعني هو ممكن يجي يقول لك هات لي الانجل اوف انسيدنت او ايه الانجل اوف سكند انسيدنت، ومديك الان بريزم بكذا، وانت قاعد بقى مش عارف تعمل ايه. طب ما انت تاخد بالك ان دي تنجنت، يعني الفاي 2 دي ايه؟ كريتيكال، يعني ساين الكريتيكال بتساوي واحد على ان يا ولا، يبقى بالتالي ايه؟ لما تجيب الكريتيكال هي دي الايه؟ الفاي 2، وشكرا وشكرا، وتبدا تعوض بالقوانين برضو. يبقى هو من الحته دي كلها مديك حاجتين زياده. ايه هي الحاجتين؟ يعني انت شفت كل حاجه، مثلا في حاجه بصفر، حاجه ب90، حاجه مش عارف ايه. الحته دي ان هو والله عايزك توصل ان السيتا 2 ب90 خلاص، والايه؟ والفاي 2 هي الكريتيكال، وتقدر تجيبها ان الساين ايه؟ فاي 2 بتساوي 1 على ان يا ولا. بص، حد بيزعل؟ يا دكاتره يا مهندسين، وان شاء الله اشوفكم احسن الناس. طيب تعال هنا، هو انا لو نزلت بهنا، بص هنا حصل حاجه خالص، هنا فاي 1 نازل بانسيدنت، بعد كده سيتا 1 بتاعتي اهي، بس اللي حصل هنا توتال انترنال ريفليكشن. يعني انا الفاي 2 ديت، بس خد بالك هو لما نزل بفاي 2 برضه هيحصل له ريفليكشن هنا بفاي 2. ليه؟ ما الانجل اوف الانجل اوف انسيدنت بتساوي الانجل اوف ريفليكشن، ركز كده. فبالتالي ايه؟ هنا حصل توتال انترنال ريفليكشن. يعني هو عايز يفهمك ان فاي 2 كانت اكبر من الكريتيكال انجل. وهنا مش هنستخدم اي قوانين يا جماعه، ببساطه خالص. هنا خلاص كده، هو ده عايز يوصلك لكده، شكرا، مش عايزين حاجه تاني، بس كده. اخر حاجه بقى في درسنا دوت، عايز اعرف ايه العوامل او الفاكتورز اللي بتاثر بقى على الانجلز الكتيره اللي عندي دي. تعالى بقى كده، بص، اول حاجه خلينا نكتب ايه؟ الفاي 1، ماشي. خلينا نكتب السيتا 1، يا دلع يا دلع. خلينا نكتب الفاي 2، خلينا نكتب السيتا 2، وخلينا نكتب الابكس برضو، وخلينا نكتب برضو الانجل اوف ديفيشن. يعني عادي. بص بقى، هو انا عندي اساسا اقدر يعني ااثر على الفاي 1 دي بحاجه؟ دي جايه لي من بره، يعني انا ما اقدرش من البدايه خالص الانجل اوف انسيدنس دي اعمل معاها اي حاجه، فدي همسحها. يا باشمهندس استنى، يمكن يلعب بيها في الامتحان. يا ابني امال انا بعمل ايه؟ امال انا بعمل ايه؟ طيب سيتا 1 بقى، ايه الفكره بقى في سيتا 1؟ بص يا حبيب قلبي، انا عايز اديك حاجه كده صغيره قوي. دايما الانجل اوف ريفراكشن بتتبع الانجل اوف انسيدنت. يعني ايه؟ يعني بكل بساطه، انت عندك في بدايه الحصه قلت لك ان انا عندي هنا ايه؟ ري نازل عامل انجل اوف انسيدنت، حصل له ريفراكشن بسيتا. الفكره في ايه؟ الفكره لو دي زادت دي هتزيد، لو دي قلت دي هتقل. يعني انا جيت قلت لك ان العلاقه بينهم دايركت. لو والله الساين فاي زادت الساين سيتا هتقل، وقلت لك بسبب ايه. فدايما عند الايه؟ النقطه اللي بترسم عندها نورمال وهيحصل ريفراكشن،
انت تشوف لو دي زادت يبقى الانجل اوف ريفراكشن هتزيد، لو دي قلت يبقى دي هتقل. يبقى حلو قوي. يبقى اول حاجه بتاثر على الثيتا 1 ايه؟ الانجل اوف انسيدنس. حلو الكلام. طيب تاني حاجه بتاثر ايه؟ ها الان بتاعت البريزم. ليه؟ هو انا داخل فين؟ ما هو دلوقتي برضو اللايت هيحصل له ريفراكشن في ميديم، ما الميديم ده وارد يكون صعب مثلا او وارد يكون طريق سهل، فده حاجه بتاثر عليا. يبقى برضو الايه؟ الان بتاعت البريزم. واحد يقول لي ليه بتاعت البريزم؟ احنا بقى لنا ساعه بنحكي، ما احنا قلنا بقى ارسم الرسمه. ماشي اهي حضرتك اهو الفاي اهي السيتا اهي، وحضرتك انت حصل ريفراكشن فين؟ في البريزم، فيبقى الان بريزم هي اللي هتاثر عليا. طيب تعالى هنا الفاي 2 مين اللي بيأثر عليها؟ تعالى كده، تعالى اقول لك حاجه. ممكن تجي لي هنا بس الاول، هي الايبكس دي في حاجه بتأثر عليها؟ لا، الايبكس دي كونستانت فور البريزم. يعني ايه؟ يعني خلاص وهو بيتعمل معمول له زاويه معينه، معمول له ايه؟ زاويه معينه، ما غيرتوش. الا بقى لو جبت بريزم تاني بايبكس تاني، جبت مثلا سيم بريزم مثلا، جبت حاجه تانيه، فالايبكس ايه؟ كونستنت. يبقى الايبكس كونستنت، مع ان الايبكس بيساوي ايه؟ قلنا الانجلز اللي جوه، يعني بيساوي سيتا 1 زائد فاي 2، دول ما بيأثروش عليه، لا دي ولا دي بيأثروا عليه، اللي بيقص هو ثابت. يبقى الايبكس ايه؟ doesn't depend on ايه؟ on سيتا 1 وفاي 2. حلو الكلام. طيب تعالى بقى لايه؟ لفاي 2. فاي 2 ديت تعالى بقى عشان موالها كبير شويه. تعالى كده، هو احنا مش كنا قايلين ان الايه بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2؟ حلو قوي. تقدر تجيب لي فاي 2 دي في طرف لوحدها؟ هودي سيتا 1 دي هناك بالماينس، يبقى فاي 2 هتساوي نيجاتيف سيتا 1 زائد الايه. ما عملتش حاجه، وديت دي بالنيجاتيف هناك بس. طيب لو دي رسمتها، لو دي رسمت الجراف ده، على فكره الجراف ده مهم قوي، وانا متوقع انه هيجي في الامتحان على فكره. يعني انا لو انا بحط امتحان بامانه يعني هجيبه، ولو حطيت امتحان يعني الناس في امتحانات الشهر عندنا بتتبهدل قوي، وانا اللي بكون حاطط الامتحان ببقى قاعد بقى فاهم، حامل كوبايه الشاي كده، قاعد بتمزج وقاعد بقى ايه، عارف اللي هو احساس اللي هو ايه اكتر حاجه بتاثر فيا؟ دموع الطفل بمعنى الكلمه. فانت قاعد ايه؟ قاعد بقى عمال تعمل كده ومش عارف ايه ومش عارف تحل، وانا اللي حاطط لك الامتحان. نفسي والله يا جماعه مره احط امتحان لاعضاء هيئه المدرسين. مش عارف الصراحه يعرفوا يحلوه ولا لا يعني، بس على فكره في ناس بتهاجمنا وفي ناس بتخش تتفرج علينا. فكان التيم بتاعي بيسالوا يعني هم ليه داخلين يتفرجوا؟ داخلين يتعلموا ببساطه. امال داخلين ليه يعني؟ داخلين يتعلموا، خشوا اتعلموا. بس مفيش مدرس منهم هيعرف يستخدم البرامج اللي احنا بنستخدمها. ليه؟ عشان هو مش عارف خريج ايه اساسا، مع احترامي كله يعني، بس هو ايه؟ المدرسين دول بالذات يعني. طيب تعالى كده نرسم الجراف ده. الجراف ده ايه؟ ده ستريت لاين. ده ايه؟ ده ستريت لاين. ليه؟ الفاي دي كانها واي يا ولا، والثيتا دي كانها اكس، صح؟ طب ما انت كانك عندك واي بيساوي نيجاتيف اكس زائد الايه اللي هو كونستانت. يبقى ده ايه؟ ستريت لاين. اقول لك حاجه، احفظه اهو، احفظه اهو. النقطه دي مهمه عندي قوي، اسمها ايه؟ والنقطه دي اسمها ايه؟ بس ما عملتش حاجه. يبقى ليه ايه وايه؟ لان انت هنا عوض هنا بالثيتا ايه؟ الثيتا واحد هنا بزيرو، صح؟ عوض هنا بزيرو، يبقى الفاي 2 بتساوي ايه؟ اهو الفاي 2 فعلا بتساوي ايه؟ طيب هنا كده النقطه دي مين اللي فيها بزيرو؟ الفاي 2، عوض بالفاي 2 بزيرو وادي كده، يبقى الثيتا بتساوي ايه؟ بتساوي الايه. حلو. اقول لك حاجه، احفظه خلاص. فهو هنا كده بين الفاي 2 والثيتا 1 لقينا ايه اللي بيحصل؟ لقينا والله ان كل ما ثيتا 1 بتزيد فاي 2 بتقل. طب ما ده شيء طبيعي. ليه شيء طبيعي؟ هو مش مجموعهم ثابت؟ هو مش فاي 2 زائد ثيتا 1 بتساوي الايبكس اللي هو حاجه كونستانت؟ ما طبيعي لو انا زودت في حاجه الثانيه لازم تقل. يعني مثلا احمد زائد محمد مثلا بيساوي 5، فبالتالي لو احمد زاد لازم محمد ينقص عشان افضل بساوي مجموعهم يساوي 5. لا ركز كده. طيب يبقى الفاي 2 ايه اللي بيحصل فيها؟ الفاي 2 اللي بيأثر عليها الثيتا 1. وطبيعي برضو الايبكس. ليه الايبكس؟ ما هو قيمة الايبكس هتختلف، فبالتالي فاي 2 هيأثر عليها ثيتا 1 والايه؟ والايبكس اهو، دول اللي بيأثروا عليه. يعني هي بتديبند على ده وبتديبند على ده. ومن الاخر خالص لو ثيتا 1 انكريز لازم ايه؟ فاي 2 ديكريزز.
حلو قوي. طيب تعالى لسيتا 2. تعالى لسيتا 2. هي سيتا 2 مش انجل اوف ريفراكشن؟ ليه؟ لان انت والله هنا ادي دي كده فاي 1، ادي كده سيتا 1، خلاص النورمال بتاعك الجميل دي فاي 2، هيحصل انجل اوف ريفراكشن كام؟ سيتا 2. طب انا قلت ده اي انجل اوف ريفراكشن هي بتديبند على ايه؟ على الانجل اوف انسيدنس، يعني هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الفاي 2. لو الفاي 2 زادت ايه اللي هيحصل؟ السيتا 2 هتزيد، لو الفاي 2 قلت السيتا 2 هتقل. وبتعتمد على ايه كمان؟ بتعتمد على الان. قلنا اي انجل اوف ريفراكشن بتعتمد على الانجل اوف انسيدنس بتاعتها والايه؟ والان. حلو قوي الكلام دوت، ماشي جميل. على فكره انا خلاص بقى طلبت اكل، شكلنا كده بايتين في الاستوديو. على فكره في مره خلاص قلت انا واحد صاحبي هو عزيز عليا قوي 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 قوي، يعني لسه ماسح رقمه من ساعتين. المهم كنا جعانين يا جماعه في مره كده، فقلنا ايه؟ قلنا ايه المشكله اما نيجي نجيب لنا اكل حلوه كده. فرحنا عند واحد هو بيطلع في فيديوهاته بيقول لك الاكل ده بيموت، فاحنا ما كناش فاكرين ان هو عنده حق. فطلبنا صينيه فيها ايه؟ كيلو جمبري. ايه؟ كيلو جمبري وشويه رز كلنا وبتاع. صاحبي دوت ببص له كده بقول له مالك انت كويس؟ قال لي انا زي الفل، وهو وشه يعني دخلت لجوه وشه ده ورم كده خلاص، ورم ده هو مش موجود، مش شايفني اساسا. وكل شويه يجي يقول لي ايه يا وائل انا خلاص فقت. فاقول له انت شايفني بقيت كويس؟ اقول له انت زي الفل، وهو خلاص. المهم احنا طالعين بيه على في اكتوبر جنب الاستوديو بتاعي. رحنا الدكتور بيساله انت عملت ايه يا ابني؟ كلت ايه؟ قال له انا عندي حساسيه من الجمبري وكلت جمبري. فقال له كلت حوالي قد ايه يعني؟ الدكتور قال لك كلت 2 3. قال له يعني ماكسيمم كده حوالي كيلو الا ربع. قال له ايه؟ يا نهار اسود، كيلو الا ربع ومش عايز يحصل لك كده؟ قال لك ده احنا شويه كده وكنا هنقول خلاص نلقاك في الحياه الاخرى ان شاء الله، السلام عليكم. فانا طلبت اكل دلوقتي وهاكل كيلو الا ربع، فلو الحصه دي اتاخرت او اللي بعدها انتوا هتلاقوني في اكتوبر خلاص، يعني خلاص ساين اوت من الحياه. تعال نكمل. حلو، انا خلاص انت دي مقتنع بيها وانت دي مقتنع بيها وانت دي مقتنع بيها وانت دي مقتنع بيها. الالفا يا بابا بتساوي ايه؟ الالفا بتساوي، ركز كده، بتساوي ايه؟ بتساوي الانجل اللي بره زائد الانجل اللي بره الثانيه ناقص الايبكس، صح؟ طيب يبقى هي هتدبند على ايه؟ هتدبند على فاي 1، عشان فاي 1 دي انا مش عارف هيحصل فيها ايه، جايه لي من بره فهتدبند عليها، وهتدبند تلقائي برضو على الايبكس. الايبكس والله بتاع البريزم ده كبير ولا صغير؟ وهتدبند على ايه؟ المفروض واحد يجي جميل كده يقول لي هتدبند على سيتا 2 يا باشمهندس. لا، هي هتدبند على الان. ليه الان؟ الان بتاع الميديم او بتاع البريزم يعني. ليه؟ لانه والله السيتا 2 ديت خلاص، كون ان انا قلت ان بريزم، ما هي السيتا 2 بيأثر فيها صح؟ جميل، حلو قوي، ركز. فكل انا قلت ان كاني كده قلت سيتا 2، فواحد يجي يقول لي ايه؟ طب وفاي 2 راحت فين؟ لا، ما انا كل انا برضو قلت هي كلها بتأثر على بعضها. يعني ايه كلها بتأثر على بعضها؟ يعني ببساطه خالص يا حبيب قلبي، انت دلوقتي بمنتهى البساطه انت دلوقتي بتقول فاي 1 زائد سيتا 2 زائد الايبكس. هي مش الايبكس دي كانت بتساوي كام؟ بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2، يعني ممكن اشيل دي واحط سيتا 1 زائد فاي 2. فانا لقيت والله ان فاي 1 دي لا، حاجه انا مش هقدر امسكها، حاجه لازم هتاثر عليا، والايبكس حاجه هتاثر عليا، وعشان سيتا 2 انجل اوف ريفراكشن وكده رحت حاطط لها الايه، الحاجه بقى الضخمه اللي بتاثر عليها اللي هي مين؟ اللي هي الان. فبالتالي الان هتاثر برضو على الايه؟ على الالفا. المهم يا جماعه انا عايزكم تاخدوا سكرين شوت للبتاعه دي كلها كده اهي. تعالى كده اهو، خد ايه؟ خد سكرين شوت. ايه يا باشمهندس الحركات دي؟ اوعى كده شويه، خد سكرين شوت. طيب اعيد تاني؟ لا مش هعيد. انت ايه؟ رجع الفيديو. حبايبي الحلوين نيجي لاخر درس. عايزين نخلصه بسرعه عشان الاكل جه الصراحه خلاص. ف انا مبسوط ان انت مكمل لحد دلوقتي. احنا خلاص فاضل لنا المينيمم انجل اوف ديفيشن في التريانجلر بريزم. فعشان انت وصلت للنقطه دي عايز احكي لك قصه نجاح، والفقره هتبقى موجوده في كل فيديو. كلام النهارده بص، ولد كده اسمه هنري فورد. ايه هنري فورد ده؟ كان مهندس من المهندسين زي حالاتي كده خلاص. كان ولد فقير جدا على 6 اخوات، على 6 اخوات. كان هو المتوسط، لا طال سما ولا طال ارض، قاعد كده قاعد. وهم كانوا عيله يعني فقيره قوي. المهم
صاحبنا هنري دوت كان من ولايه ميشيغان. ميشيغان يا باشمهندس، ميشيغان دي يعني فاهم تروحها كده يعني ايه، لما سيب مصر يبقى روح زور ميشيغان خلاص، هتلاقيها اساسا ان هو دلوقتي عاملين تمثال للولد ده هنري فورد، اله الفقر يعني وكده. فالمهم الواد ده كان فلاح خلاص، بسيط جدا يعني فاهم، يعني هو يعني اكتر حاجه كان ممكن يعملها ان يعني فاهم، يعني هو لو موجود دلوقتي اكتر حاجه يعملها اللي هيطلع يقول لك ايه، غدانا يا اخواتي بعد الشغل. بالظبط. فكان شغال في مزرعه. كان شغال فين؟ في مزرعه، عشان انا هسال على الحاجات دي. فالمهم هو ما كانش بيحب شغل المزرعه خالص، وقاعد مزرعه دي يعني ايه؟ يعني من 5 الصبح للعشاء قاعد مسلم كده حياته. وكان اللانش بريك بتاعه كان عباره عن ان هو بينزل تحت الجاموسه، وصاحب الجاموسه كان بايه؟ بيحلب له. ليه؟ لان هو للاسف حتى ما كانش عنده كوبايه، يعني عارف هو ينزل كده ايه، من عارف على طول من المنتج للعميل على طول، حاجه كده فريش الفريش. وكان يروح يقول لها ياما فين الاكل؟ مفيش اكل، اخواتك كلوه. كانوا هم مفضلين شويه ناس عليه كده. المهم مشجم في يوم راح لابوه، فالمهم لقى ابوه مخبي حاجه كده حاطط عليها ايه، حته قماشه كده كبيره. فقال له يا بابا ايه دي؟ خلاص. فالمهم ابوه حب يوري له، فقال اوه ايه ده؟ شاف ايه هو؟ شاف ايه طيب؟ يعني ابوه كان مخبي ايه؟ ورينا كده ما تقلقناش. كان مخبي حاجه اسمها آلة بخاريه. آلة ايه؟ بخاريه. المهم هنري خلاص بص للآلة ديت، ولا كأنه مثلا يعني عارف، قال لك وظفها ايه ده؟ ايه ده؟ كده كان عاجباه قوي، مع انه كان معاه بنت بتحبه وهو فقير كده يعني وفلاح كده خلاص، وما قصدش حاجه على الفلاحين، بس ايده يعني في الغيط بقى وبتاع متدمر، وكان بنت بتحبه، وكان بص لها كده ايه القرف ده؟ ويجي بقى لكن هيعمل ايه يعني؟ هيجي بقى قدام البخاريه ينبهر، امال هينبهر بالبنت، هيشوف مستقبله يعني. المهم ابوه دافع في الآلة دي آلاف الدولارات، فسابه يعني سابه كده، قال لك اخره هيتفرج يعني. المهم ابوه جه تاني يوم لا الآلة دي مفكوكه على الارض. الواد ده كان اخره كده هيتربط، هيتعلق فاهم لمدى حياته. ابوه قال له انت عملت ايه ومش عارف ايه، والاف الدولارات ومش عارف ايه المهم فسابه، ابنه هيموته. جه تاني يوم لا الآلة متركبه، قال لك بقى الولا ابني دوت هنري اللي مش فالح وقاعد في المزرعه عمل الآلة ديت ركبها تاني. راح ماسكه ايه؟ راح جاي ماسكه من قفاه برضه. عارف ربطها عملها ماسكه من قفاه برضه، اداله قلمين كده، قال له بقول لك ايه يالا انت ايه حكايتك؟ انت فلاح ولا عالم ولا ايه حكايتك؟ فالمهم راح هنري عمل ايه من الحياه القاسيه دي؟ هرب من البيت وهو عنده 16 سنه. يعني اهرب يا باشمهندس؟ خليك قاعد، رايح فين؟ اقعد مكانك، تهرب ايه دلوقتي؟ عندك امتحن واهرب، امتحن واهرب. ما هتعرف تعمل ايه يعني؟ يعني وخد بالك مش عارف بالك ازاي، انت لو هربت هبعت لك تلغراف بالامتحان على الولايه اللي هربت فيها، مش هسيبك برضه، رزالك. فالمهم راح هرب، راح ولايه تانية. المهم ابتدى ايه؟ الولايه دي ما كانش وقتها يا جماعه فيها العربيات، كان العربيه دي الوزير مثلا رئيس البلد هو اللي عنده عربيه، وما كانش فيه شوارع، الشوارع دي متكسره. فراح ناس تبنوه، قال لهم انا بعرف افك واركب. ايه يا ابني؟ راح بقى فاهم طبعا ولا واكل ولا شارب ولا حاجه ولا اي حاجه، عارف بعرف افك واركب. افتكروه مجنون فاهم. فايه قال له طب خد نشوف هتعمل ايه. فراح فكك الحاجه ومركبها تاني. قال لك الله، هو الواد ده ايه حكايته؟ راحوا ساجنينه معاهم. فالمهم شويه في شويه في شويه لقوا ان هنري ده دماغه حلوه جدا، فهو راح مطور من الآلة البخارية وقال لك من حق أي حد في البلد يركب عربية. طبعا الرئيس كان هيعلقه، قال لك أنت عايز تساويني بدول بشوية الناس ديت ليه؟ مع ذلك في ناس كتيرة اتبنت هنري، وكان بيجي من بيت لبيت وفاهم شوية رز كده وبتاع وعين من الفراخ، وكان يقعد ياكل وبتاع ويقعد ايه؟ فك واركب. هو كان بيتكلم كده فك كده، فبيدوا الحاجه ما يخافوا عليه هيموت، ده عروقه كده بتبقى فهيدوا الحاجه. المهم مشي في ان هو ناس اتبنته وبدا يمسك الآلة البخاريه ديت
وبدأ يظبط الدنيا ان هو يعمل اول عربية او يعمل عربية اقتصادية لكل الناس. ليه؟ هو عايز يرجع لابوه بقى بالعربية، يقول له انت مش عندك آلة بخارية، انا عندي عربية. كان عايز يندم اهله من الاخر يعني، عاق يعني. فالمهم اعمل كده انت كمان ايه يا زوز، لا انت ماشي. فالمهم عمل الايه؟ العربية، وابتدى يطلع في البلدة دي وبقى من اوائل الناس، وعمل شوية فلوس زي الرز. راح راجع بقى البلد وسموا البلدة باسم المهندس هنري فورد. طيب واحد يجي يقول لي ايه يعني من الاخر يا باشمهندس، الموعظة من القصة دي عايز نهرب؟ يا ابني اقعد مكانك، تهرب في انت لو هربت تفكر نفسك تبقى هنري فورد؟ انت كحيان يا محمد، انت مش هتبقى حاجة. مش هنبقى هنري فورد لان انا برضو لسه ما بقتش هنري فورد، ولكن الغاية من القصة ان انت ما تسيبش حد يحبطك. حد قال لك من الاخر خالص مش الفيزيكس هي ولا امتحان الشهر الاولاني هو ده اللي هيحبطك، ولا هو ده اللي هيحدد مستواك. ممكن تبقى هنري فورد في المستقبل وتيجي تسلم عليا وتقول لي انا استفدت منك في يوم من الايام، ساعتها فعلا هكون مبسوط واديت رسالتي. يلا يا حبيب قلبي نبدا المينيمم ديفيشن ان تريانجولار بريزم. بص بقى الموضوع زي اللي فات، لو انت حفظت قوانين اللي فات والله هقول لك بس تعوض ازاي وخلصت على كده. ايه الفكره؟ الفكره ان انا عندي المينيمم انجل اوف ديفيشن، عندي كيرف، الكيرف ده بين الانجل اوف ديفيشن وبين الايبكس. جميل. هم لقوا ان الانجل او لقوا ان الكيرف بالشكل ده. ايه حوار الشكل ده؟ الشكل ده ايبكس لما كان قليل، بص قيمه الايبكس دي، قيم الايبكس اهي خلاص. الايبكس لما كان قيمته قليله لقينا ان الايه؟ الانجل اوف ديفيشن كبير قوي، كبير قوي. حلو. ولما فضل الايبكس تزيد الانجل اوف ديفيشن ايه اللي بيحصل لها اهو؟ عماله تقل. حلو الكلام. يعني العلاقه دي بينهم ايه؟ في البدايه كده كانت علاقه انفرس في البدايه، بعد كده حصل هنا بريك ايفن خلاص. يعني حصل حاجه، فاهم، حاجه كسرت اللي بيحصل ده. ايه الكسر هنا؟ والله لما وصلت لنقطه معينه ان الايه خلاص عند النقطه دي كده، النقطه دي اسمها ايه؟ ها، النقطه بتاعت الكيرف دي اهي، فاي نود خلاص والفا نود. جميل جدا. لما وصل على فكره هي دي مش اسمها فاي نود يعني عشان بس تبقى فاهم، بس هي الفكره ان ايه؟ ان الانجل هنا كانت حاجه فاي نود، هتفهم دلوقتي يعني. عند ايه؟ عند ايبكس معين خلاص، عشان خاطر عند ايبكس معين. عند الايبكس النقطه ديت وقيمه الالفا نود ديت لقينا ايه؟ لقينا ان هنا بيحصل المينيمم انجل اوف ديفيشن. يعني ايه؟ يعني بص انا مش عايز الضوء برضو يحصل له ديفيشن قوي، يعني مش عايزه فاهم يبقى ماشي كده في الاخر خالص الاقيه ماشي في اتجاه تاني، فانا بحاول اقلل الانجل اوف ديفيشن بتاعتي. حلو. فانا لقيت ان عندي بيحصل كده. جميل جدا. بعد كده بعد ما عملنا بريك ايفن الاي ابتدت تزيد تاني والانجل اوف ديفيشن ابتدت تزيد تاني. يبقى انا اذا لو عايز العب هنا اقل قيمه للالفا فين؟ النقطه دي. على فكره واحد تاني يجي يقول لي ايه انت عمال تهري؟ ايه عمال تهري؟ يعني ايه عمال تهري؟ يعني ببساطه خالص، هو انت لو عندك كيرف كده يا ابني اهو، الكيرف ده قلت لك ان القيم ديت بتمثل الالفا، يعني دي قيمه الفا، دي قيمه الفا، دي قيمه الفا، دي قيمه الفا، دي قيمه، هو انهي اقل قيمه الالفا؟ اللي هنا اهي، اقل حاجه في الكيرف، اقل حاجه في الكيرف اللي تحت دي ديت كده هي المينيمم انجل اوف ديفيشن او المينيمم فاليو يعني للفانكشن بتاعت الكيرف ده، اللي هي مين؟ اللي هي الالفا نود. فعند النقطه دي هي المينيمم انجل اوف ديفيشن. حد يقول لي انت رسمت الكيرف ده كده ليه؟ ما تخافش مش هزعلك. بص الفكره هنا في ايه؟ الفكره هنا يا حبيب قلبي ان عند النقطه دي انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل بالظبط عشان اوصل لها. ايه اللي بيحصل بالظبط عشان اوصل لها؟ تعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان اوصل لها. ببساطه خالص 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 يعني انا عندي نفس القوانين. عندي الايه كانت بتساوي برضو الانجل التو انجلز اللي جوه اللي هي كانت سيتا 1 زائد الفاي 2 خلاص، وعندي الالفا كانت بتساوي الانجلز اللي بره اللي هي الفاي 1 زائد السيتا 2 ناقص الايبكس. ده كان في الايه؟ في التريانجلر من القديم. حلو. انا عايز التريانجلر بريزم دوت احطه في وضع معين كده بحيث اي لايت ينزل عليه يعمل مينيمم انجل اوف ديفيشن، يعمل مينيمم انجل اوف ديفيشن. حلو. فقالوا لك ايه العلماء بقى؟ مش احمد وائل ولا اي حد، هو العلماء اللي قالوا لك ايه؟ قالوا لك بص يا حبيب قلبي ده هيحصل في حالتين.
انا دايما كنت بربط لك الستين اللي جوه ببعض، التو انجلز اللي جوه ببعض والتو انجلز اللي بره ببعض عشان تفهم. هو نفس الحوار هنا. لو قال لك لو التو انجلز اللي جوه قد بعض والتو انجلز اللي بره قد بعض، انت هنا البريزم ده في حاله مينيمم ديفيشن بوزيشن. حلو. طيب خلاص مش عايزين نرسم، مش عايزين الكيرف ده في حاجه. خلاص 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 اهو. ايه الفكره؟ الفكره ان انت ترسم برضو البريزم بتاعك اهوت اهو اهو. هادي يقول لي باشمهندس انت ما شاء الله سريع جدا. يا ابني يا ابني عيب بقى، عيب بقى، ده احنا يعني خلاص. انا عايزك برضو توصل للحفظ بالطريقه ديت. خلاص طيب ادي ايه الانجلز اهي. قال لك لو الانجلز اللي جوه دول قد بعض، يعني لو سيتا 1 قد فاي 2 اهو، ولو انجلز اللي بره قد بعض، يعني انت لو عندك فاي 1 قد سيتا 2، خلاص انت هتوصل للمينيمم انجل اوف ديفيشن بلس الانجلز اللي جوه تكون قد بعض. سيتا 1 تكون بتساوي فاي 2. ده المينيمم انجل اوف ديفيشن. لو انت حققت دول يبقى انت البريزم بتاعك دوت لو سقط عليه ضوء هيعمل لك مينيمم انجل اوف ديفيشن. جميل قوي. طيب فهو قال لك ايه؟ قال لك خلاص الفاي 1 بتساوي سيتا 2 هسميها فاي نود، والسيتا 1 بتساوي الفاي 2 هسميها سيتا ايه؟ سيتا نود. وابتدينا نطلع 3 قوانين اللي هم دول. يعني انا القوانين اللي انا هكتبها دي مستنتجه من دول وانا مستنتجهم لك وكلمتك عنهم كتير قوي. طيب هنعمل ايه؟ بص قال لك ايه؟ قال لك الايبكس يا باشا بتساوي ايه؟ بتساوي السيتا نود ديت على 2. حلو. طيب المينيمم انجل اوف ديفيشن اللي هي الالفا نود اهي، مينيمم انجل اوف ديفيشن هتساوي كام؟ هم عملوا لها قانون. القانون ده ايه؟ بص لي بقى، احنا عارفين الالفا نود المينيمم انجل اوف ديفيشن. بص قال لك ان الفاي نود هتساوي الفا نود زائد الاي على 2. يعني انت من الاخر لو عايز تحفظها هتقول ايه؟ هتقول طب ما السيتا نود كانت ايه على الاي كانت بتساوي سيتا نود على 2. صح؟ حلو قوي. جميل. هنعمل ايه هنا؟ اللي احنا هنعمله ان احنا هنقول انا عايز الفاي نود، صح؟ هقول الفا نود زائد ايه على 2. الفا نود زائد ايه على 2 والدقه. فانت عندك القانون ده والقانون ده، لو انت حفظتهم تقدر تجيب منهم كل حاجه. طب واحد يجي يقول لي بس انت ناقصك حاجه، ايه هي؟ البريزم. انت صح. بص بقى كده اهو القانون التالت بتاعهم اهو اهو اهو. الان بريزم كان بيساوي كام؟ هيساوي ساين فاي نود على ساين سيتا نود. لو انت حفظت اساسا الفاي نود بتتجاب ازاي والسيتا نود بتتجاب ازاي، انت عرفت تجيب دي. ليه؟ ما انت يا ابني انت مثلا لو حسبت السيتا نود طلع ب 40 وحسبت الفاي نود طلع ب 50، هتقول ايه؟ خلاص ساين 50 على ساين السيتا نود لما تحسبها ساين 40. بس كده جبت الان. جميل جدا. طب واحد يجي يقول لي طب لو يعني في ميديم يا باشمهندس، جبنا البريزم ده غطسناه في زيت، غطسناه في اي حاجه، ان بريزم على ان ميديم. بس كده. بس كده. بص بمنتهى البساطه خلصت. طيب ايه اللي ناقص هنا؟ اللي ناقص هنا حاجتين. اللي ناقص هنا انت مثلا هو مديك مثلا في مساله السيتا نود مديها لك مثلا ب 40، خلاص اجري هات الايه، هتقول ان الايه بتساوي 40 على 2. حلو. طب افرض هو في مساله مثلا يعني مديك الفاي نود، قال لك الفاي نود مثلا ب 50، فقال لك ايه؟ انت عايز حضرتك الالفا، هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه من القانون. انت هتقول ايه؟ هتودي دي هناك، الاتنين دي ديفايد، هتروح هناك باي، بقى عندي 2 فاي نود بتساوي الفا نود زائد الاي. طيب هتعمل ايه تاني؟ الاي دي بلس، ها اودي هناك ماينس، يبقى الالفا نود هتساوي 2 فاي نود ماينس الاي. ما تحفظش حاجه، انت تحفظ الثلاث قوانين دول بس وتبتدي تشوف الجيفنز اللي معاك وناقصك ايه. بس انت لو حفظت ده اهو 1 2 3، اي مساله اضمن لك انك تعرف تحلها. وبرضه حلل لك مسائل كتير. الحاجات دي استنتجناها سوا كتير قوي، بس احنا جايين بقى خلاص فهمنا، جايين نلخص. وكمان لو انت ما سمعتناش قبل كده انت اكيد داخل عشان انت عايز الزتونه. طيب في حته كده عايز اكد لك عليها. ايه هي يا باشمهندس؟ بمنتهى البساطه يا حبيبي، انت اولا مقتنع معايا ان الان انفرس مع اللامدا؟ مقتنع. ليه مقتنع؟ حكيت لك عليها، قلت لك ان كل والله كلر بيقابل ميديم مختلف او ايه، او قيمه للميديم مختلف. اوكي جميل جدا. طيب تعالى نشوف حاجه بسيطه قوي.
احنا قوانيننا ايه؟ سيتا نود بتساوي ايه على 2؟ قوانيننا ايه؟ فاي نود بتساوي ايه؟ انت خد بالك انت بتجيب سيتا نود وفاي نود، فبالتالي انت لازم تبقى حافظ ان الترم الشمال كده يبقى سيتا نود وفاي نود. طب خدت بالك ان السيتا نود دي اساسا كونستانت؟ ليه كونستانت؟ هي مش الايبكس كونستانت، حاجه بتساوي حاجه ثابته على حاجه ثابته، ما هي ايبكس دي كونستانت على 2 اللي هو رقم ثابت، يبقى اذا السيتا نود بتبقى رقم ثابت للايه؟ للبريزم. اوكي طيب الفاي نود، الفاي نود بيساوي كام؟ قلنا الفا نود زائد الايبكس على 2. يعني بمنتهى البساطه انت عارف انت لو واد صايع وبتعرف تنظم الدنيا، انت ايه على 2 بتساوي سيتا نود، زود فوق بلس الفا نود، شكرا جبت الفاي نود. يعني شوف الفرق بين القانون ده والقانون ده، الالفا نود بس، فانت تحفظ واحد وخلاص. يعني اقول ايه؟ السيتا نود بتساوي كام؟ ايه على 2. حلو. طيب الفاي نود هقول برضو بيساوي ايه على 2، بس هزود مين اللي ناقصه اللي احنا جايين للدرس عليها اساسا، اللي هي المينيمم ديفيشن، بس تبقى حفظتها. طيب وقلنا كمان ان الان ايه؟ بريزم على الان ميديم. خلاص بس خلينا دلوقتي الان بريزم، يعني خلينا دلوقتي كأن الميديم كأن البريزم حواليه اير، ماشي؟ هتساوي ايه؟ قلنا ساين فاي نود على ساين سيتا ايه؟ نود. اوكي ودي كده ممكن اشيل الفاي نود واحط بدلها دي، ممكن اهو شلت الفاي نود بس وحطيت بدلها القانون بتاعها، خلاص اهي على ساين، شلت السيتا نود وحطيت بدلها القانون بتاعها اللي هو ايه على 2. حلو ودي كده الايه؟ الان بريزم. طيب هو انت لو خدت بالك من هنا مين في دول بيأثر على الان بريزم؟ بالك هتلاقي ان الان بريزم فيه ايه جوه؟ القانون بتاعه ساين الفا نوت زائد ايه على 2 وتحت ايه على 2. طب ما ايه على 2 ده رقم ثابت، وهنا الفا نوت زائد ايه على 2 رقم ثابت، يعني زودت الايه ديت مش هتأثر دلوقتي في حاجه، يعني في حاله بريزم معين ليه ايه معينه هي كونستنت. لكن مين اللي بيأثر؟ الالفا نود. هو انا لو زودت الالفا نود ديت فوق كده، يعني لو زودت دي كده اهي، ايه اللي هيحصل؟ قيمه الساين هتزيد. ليه؟ لان انت دلوقتي يا باشا نفترض انت دلوقتي الايه ديت ب4، حلو الكلام؟ يعني بص اهي ساين الفا نود زائد ايه على 2 دي مثلا خليها مثلا بنقول ب20. حلو. طب انا الالفا نود ديت زودتها، يعني هي كانت ب20 في الاول، خليها ان برضو الالفا نود ب20، فانا ده كان دلوقتي الساين اللي فوق اللي عندي كام؟ 40 على 2 ب20، كان اللي فوق ده ساين 20. اوكي تعال انا زودت لك الالفا دي ل 40، ف 40 زائد 20 60 على 2 ب 30، يعني انا بقى عندي فوق كام؟ ساين 30. ساين 30 اكبر من ساين 20، فانت زودت النوميريتور، فالان دي هتزيد، يعني الان دايركت مع المينيمم انجل اوف ديفيشن. حلو كده تمام يعني. بص بقى اهو، يبقى الان دلوقتي دايركت مع المينيمم انجل اوف ديفيشن. طب ما انت عندك ان الان برضو دايركت مع مين او انفرس مع مين؟ مع اللامدا. يبقى والله برضو المينيمم انجل اوف ديفيشن انفرس مع اللامدا. يبقى انت عندك ايه؟ عندك والله ان الويف لينس بتاع الكلر، لو انت مثلا منزل ضوء احمر على البريزم غير ضوء اخضر غير كل ده ليه ويف لينس معينه، فانت لو نازل بويف لينس كبيره ايه اللي هيحصل؟ لو نازل بويف لينس كبيره فانت محتاج مينيمم ديفيشن قليل، لو نازل بويف لينس كبيره ايه اللي هيحصل؟ المينيمم انجل اوف ديفيشن بتاعتك هتكون قليله. يعني ايه المينيمم انجل؟ الانجل اوف ديفيشن بتاعتك هتكون قليله، عارف يعني ايه؟ هبينها لك دلوقتي. يعني هتلاقي من الاخر ان الكلر ده اللي الويف لينس بتاعته كبيره هتلاقي ما انحرفش قوي، لا هتلاقيه ان هو يعني عارف. هديك مثال ها يلا بص اهي، صلى على النبي. الفكره في ايه؟ الفكره ان الضوء ده كان نازل كده صح؟ يعني كان هيكمل كده، ده كان طريقه، فاللي حصل ايه؟ حصل انحرافات صح كده؟ انت بقى لو منزل ويف لينس كبيره هتلاقي ان الانحراف اللي حصل ده قليل جدا، هتلاقيه ان هو عامل كده اهو. يعني عارف هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاتجاه بص كده اهو، هتلاقي ان الاتجاه اللي حصل اهو ده كان ايه؟ كان اتجاه اللايت الحقيقي. حلو. هتلاقي ان انحرف بزاويه قليله جدا صغيره قوي، هتلاقي ان الضوء انحرف بزاويه قليله جدا، ده لو انت ايه؟ لو الويف لينس بتاع الكلر ده كبير. جميل جدا. فانت دلوقتي انا عايزك تعرف العلاقات دي كويس، تعرف والله ان كل ويف لينس او كل كلر بيقابل ريفراكتيف اندكس معين وبيقابل برضو انجل اوف ديفيشن معينه. طب يا شباب اخر حته بقى،
الباشمهندس تعب واخر مره تراكم عليك كده عشان مش هاجي انقذك تاني. انا تعبت، وانا ايه شغال منقذ يا جماعه؟ صحتي مش كده يعني، انا مضيع صحتي كده في الفيزيكس. فاخر مره تراكم عليك عشان انا تعبت. اوكي اوكي. الاكل بقى له ساعه خلاص كده تلك كده، فواحد بقى يجي يقول لي مش اشتري ميكرويف يا باشمهندس؟ ما بحب اكله جاهز. هو كده من المطعم على طول اكل يعني ايه؟ خلاص نديه بقى لاي حد، بقى اطلبوا لي اوردر تاني. اخر حته وخلص. حاجه اسمها ايه؟ dispersion of white light in ايه؟ triangular prism. يعني ايه؟ بص، انا قلت لك قبل كده ان الفيزيبل لايت او الضوء اللي احنا بنشوفه هو عباره عن سبيكترم من الالوان. يعني الضوء اللي احنا بنشوفه اللي هو الابيض دوت هو عباره عن ايه؟ عباره عن احمر واخضر وكل دول مع بعض، من 400 نانومتر ل 700 نانومتر ويف لينس. وقلت لك ال 400 ده هو الريد وال 700 ده هو الايه؟ الفايلوت. اوكي. لو انا جبت بريزم كده اهو، البوزيشن بتاعه خلاص مينيمم ديفيشن، يعني هو محطوط او ماشي على قواعد المينيمم ديفيشن، ان التو انجلز اللي جوه قد بعض واللي بره قد بعض، محطوط على انه مينيمم بوزيشن، مينيمم ديفيشن بوزيشن. ايه اللي هيحصل لما تدخله وايت لايت؟ هيطلع لك سبيكترم كده. هيطلع ايه؟ سبيكترم. وهيطلع سبيكترم مترتب، هيطلع سبيكترم من الريد لايه؟ للفايلوت، مترتبين بالشكل ده: ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، انديجو، فايلوت. من الاخر روي، يلا يعني عارف، حاول تحفظها كده، بس انت ممكن تقول روي جيبيف مثلا. خلصت. روي اهو جيبيف. طب واحد يقول لي انت ليه كاتبهم كده وانت مش حافظهم؟ وانا اللي همتحن؟ خلاص يا باشا، امتحنت واتخرجت وخلصت وخلاص كده، اخش امتحن لك كمان. روي جيبيف. الفكره في ايه؟ الفكره والله ان انا جيت قلت لك ان اللي عنده اكبر ويف لينس اللي هو الريد هيبقى عنده اقل مينيمم، او هيبقى عنده اقل انجل اوف ديفيشن، وهيبقى عنده اقل ان. اقل ان هيقابلها. حلو الكلام. عشان كده ايه؟ عشان كده لو انت عندك، بص كده، تعالى كده ايه، هو الحقيقه الضوء داخل كده، يعني هو مش ايه، مش كده، بص كده، بص 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 بص، داخل كده وطالع بالمنظر ده. لو خدت بالك ان هتلاقي اقل انجل اوف ديفيشن فعلا هو الريد. ليه؟ لان فعلا الضوء ماشي كده، هو ما انحرفش قوي في الريد. ليه؟ الريد عنده اقل انحراف، لكن الباقي منحرفين قوي قوي قوي، يعني صيعوا مقطعين السمكه وديلها. فبالتالي انت لازم تحفظهم بالترتيب دوت. هما بيترتبوا روي جيبيف من الايه؟ الابكس لحد البيز بتاعت الايه؟ البريزم. اهم حاجه لازم تعرفها هنا والله ان خلاص كل ويف لينس ليه الانجل اوف ديفيشن بتاعته، وقلنا ان هو ايه؟ ان الان دايركت مع الانجل اوف ديفيشن انفرس مع الويف لينس. يعني الريد والله عنده ايه؟ الريد عنده اكبر ويف لينس، يبقى عنده اقل ايه؟ اقل انجل اوف ديفيشن واقل ايه؟ ان. طب الفايلوت؟ الفايلوت والله عنده اقل عنده اقل ويف لينس، صح كده؟ اللي هي بكام؟ اللي هي ب 400 نانومتر. اوكي. طيب فيبقى عنده اكبر ايه؟ عنده اكبر انجل اوف ديفيشن واكبر ان. فعلا لو جيت للفايلوت هتلاقيه فعلا اكبر انجل اوف ديفيشن، اكتر واحد منحرف قوي. فلو انت لحد كده انا مبسوط منك جدا. وبكده يا شباب نكون خلصنا السيشن بتاعتنا. اتمنى اكون ان انت استفدت، لميت لك كل حاجه، واتمنى اكون خدت نوتس وحفظت وما تراكمش على نفسك تاني عشان الاكل بيرد بسببك، وانا مش هساعدك تاني. بهزر. ان شاء الله بعد امتحانات الشهر في باقات كويسه قوي تقدر تشترك معانا على الويب سايت، وعشان تبقى معانا في الشابتر اللي جاي وفي امتحانات الفاينل ان شاء الله. حبايبي تانية ثانوي، اشوفكم على خير. سلام.